السلام عليكم، معكم راشد. حياكم الله أعزائي المشاهدين بحلقتنا اليوم الحلقة الثالثة من الموسم الأول في بودكاست مايك مفتوح. ضيفنا اليوم ممثل مصري له حضور قوي بالسينما والمسرح، شارك بأعمال متنوعة أبرزها فيلم رفعت الجلسة والحرامية ومسلسل وحوش، وهو معروف باختيار أدواره بعناية وبقدرته على تقديم الشخصيات العميقة والمتنوعة سواء على الشاشة أو على خشبة المسرح. اليوم نتعرف على مصطفى محمود ورحلته الفنية وقراراته وتجاربه. نرحب وياكم مع الأستاذ مصطفى محمود. حياك الله أستاذ مصطفى، نتشرف يوم بوجودك. الله يحييك. قول لي عندك. اليوم راح عندنا وايد أسئلة. ايوه عادي، انا معاك للصبح. طويل عادي، خذ راحتك. نبلش وياك. توكل على الله، روح. نبلش معاك أول سؤال. عطني، مستعد انا. منو مصطفى بعيدا عن الكاميرا؟ من مصطفى بعيد عن الكاميرا؟ اول شيء انا ابو الحين، هذا شيء جديد علي. صار عندي ولد وبنت، وهذه هم تجربة جديدة علي. يعني تخيل انت الحين بهالعمر عندك ولد او بنت، فما تدري شنو تقول ما تقول. فموضوع الأبوة هذه جديد على حياتي، يعني بالذات لما شفت كارمن الله يحفظها بنتي أول ما انولدت. فشيء أنا ما أدري شنو هالشعور، شيء جديد انولد داخل هني، ما أدري شلون أوصف لك إياه إلا لما تعيشه. فالحين مصطفى محمود اللي هو دور الأبو اللي يحاول يشتغل ويشقى عشان يصرف على هالبنت وعلى هالولد، ويحاول انه يبشيهم او يحاول يتعلم شلون يربي عشان هم يصيرون ناس زينين حق المستقبل ان شاء الله. يا رب، أسأل الله يحفظهم ويخلي لك إن شاء الله. يا رب ان شاء الله. هذا شيء جديد، يعني شيء جديد علي، عشان شي قلت لك اياه. وهو الحين اللي شاغل بالي 24 ساعه، هذا كله، هذا روح حفاظات دنيا لويا اجواء الابوه هذه. هذا الشيء الجديد اللي بحياتي بصراحه، اللي الحين ان انا وايد قاعد احاول اني اصير فيه زين، يعني كثر ما اقدر. ان الحين التربيه صارت وايد على كل شيء جديد بالدنيا الحين قاعد فالموضوع قام يخوف حق بعدين. فبكثر ما انت تشوف فيديوهات، تشوف دنيا اليوتيوب والاشياء هذه كلها، فشلون اقدر ادير بالي عليهم، شلون اقدر امنعهم من اشياء انه ممكن تسبب لهم خلل بتفكيرهم بعدين. فهذه الاشياء بالنسبه لنا احنا الحين مرعبه، بس قاعد نحاول ان احنا نحارب عشان الاشياء هذه ما تاثر فيهم لما يكبرون. بس زين، قبل الأبوة؟ قبل الأبوة كان موضوع اللي هو يعني قاعد أحاول إن إحنا نقاتل بالمجال. أنا ممثل، اشتغلت بخريج المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج الأكاديمي. اشتغلت بالمسرح الأكاديمي وايد، دشيت مهرجانات وايد. بعدين انتقلت، جربت حظي بالمسلسلات، اشتغلت بالمسلسلات. وبعدين جربت التجاري مع شركة فروقي مع دكتور طارق العلي. فلا زلت أحارب في مجال الفن من ناحية التمثيل. جربت الإخراج قبل كورونا بوايد والله. جربت الإخراج الأكاديمي، مسرحيتين، واحدة مسرحية كان بس هذا المهرجانات الأكاديمية مو التجاري، مهرجانات الأكاديمية. في مهرجان الأكاديمي اللي كان تبع المعهد اللي هو الأكاديمي السادس الرابع على ما أعتقد، كنت نازل مخرج، وهني كانت أول مرة بحياتي أخرج. كانت اسم المسرحية مجرد نفايات. وتجربتي الثانية بالإخراج كان في مهرجان الشباب بالكويت، بس ما أذكر كانت أي دورة لأن الحكي هذا من زمان وايد. كان اسم المسرحية ذاكرة في الظل. فأنا لازلت أحارب في هذا المجال لما أثبت نفسي إن شاء الله، وأخذ أدوار وأكبر مع المجال إن شاء الله. أصرفك إن شاء الله. يا رب يا رب. أستاذ مصطفى، شنو أول دور حسيته مسؤولية ما كان بس مشاركة؟ كان مسؤولية، ما كان هو وحوش. هو مسلسل وحوش، لأنه قصة صجية. فالموضوع كان وايد يعني انت تسوي بالضبط، ما تحاول تطلع. هو كان لأن هاي قصة صجية ولازم الموضوع يكون صجي. فهذه تحس بالادوار اللي صدق لازم تكون فيها حقيقي كثر ما تقدر. اما الادوار الباجي اللي انا كنت اخذها اكثر شيء كنت اخذ كوميدي.
فالكوميديا ممكن تفتح اشياء ثانيه يعني عشان كوميدي يعني. بس ان دور مسلسل وحوش كان صدق دور المحامي، هذا الشيء الصجي يعني، هذه قصه صجيه، انت قاعد تمثل قاعد تمثل دور صار بالصج، فهذه المسؤوليه تحس ان انت ما تقدر تسوي، ما تقدر تلعب فيه ولا اي شيء، هو صج اللي صار لازم ينقال بالدور يعني، فاهم علي؟ زي دامك انت ضريت مسلسل وحوش، ايه انت تبي شيء جود. ابيك تقول لي سالفة مسلسل وحوش، القصة كاملة شنو صار؟ يعني انت تبي قصه القصه نفسها مالت وحوش ولا قصة المسلسل شلون تصور؟ يعني انا اشوف ما اعرف التفاصيل هم شلون يجمعون، لان انا رحت بوقت متاخر كانوا هم اوريدي مجهزين والدنيا. الاجواء اللي صارت ان احنا صورناه بالشتاء اللي طاف، فكان برد وقتها يعني، هذا الشيء من الصعوبات اللي تواجهك، انه كان برد وساعات يكون في مشاهد برا، مو داخل، مو اوت دور، يكون في مشاهد برا تصورها، فكان برد الموضوع. ككاست يعني هو كان المخرج محمد سلام، هو مخرج مصري، وكان جايب معاه جروبه يعني، كان مساعدين المخرج معاه جايبهم معاه، واتوقع حتى المصورين. الباقي لا، الباقي كانوا وهم جروب شاشه نفسهم المساعدين وكذي. فالتجربه كانت مع المخرج بصراحه تجربه حلوه، من شلون يهيئ لك الاجواء، شلون يبني لك الست اللي هو الديكور، يعيشك داخل المود لما يجي يسولف معاك عن الدور. فهذه اشياء كانت كتجربه لي، كانت تجربه حلوه ان انا اتعامل مع مخرج مو من الكويت، من مصر، وهو اخرج حق محمد رمضان واخرج حق كذا عمل له معروف هو بمصر. كنت بالنسبه لي انا مستانس انه هو حلو لما انت تدش تجربه وتتعلم منها. لأن يعني أنا بوجهة نظري سالفة لما أنا أمثل أحب إني أنا بالعمل اللي وراه أكون متطور عن اللي قبله، لأنه هو مجال الفن أو مجال التمثيل إذا بركز عليه حلو إن أنت تتطور فيه، يعني مو بس توقف مكان واحد، إن الناس خلاص راح تعودت عليك، هذه حركاته نفس وجهه نفس دنيته. لأن في ممثلين لما أنت تشوفهم خلاص تعودت عليه، يعني حتى أنت ما تعرف شنو اسم الشخصية، تعرف اسمه هو يعني، فاهم علي؟ ما تحس انه قاعد يتعب شوي بالدور، هو نفس شخصيته بس قاعد يمثل انه هو دكتور، قاعد يمثل انه هو مهندس، قاعد يمثل انه هو زوج. فانا تجربتي بالاشياء يعني اتمنى اني انا اتطور، وقاعد اطمح اني انا كل دور اسويه احاول اني انا اطوره على حسب البحث مالي بالدور، او شلون اشوف شلون اقدر اسوي لمسات ان اقدر اقرب لك انك انت تقدر تصدقني بالدور، يعني شلون اقدر اخليك تصدقني ان انا زين ولا مو زين، شلون اخليك يعني تتعاطف معي وما تتعاطف معي. فهذا كله من ناحيه ان انت تصدقني، ان شلون انا اقدر اسوي لك شيء انه يكون الموضوع حقيقي عشان انت تصدقني. هذا اللي عندي الصعوبه فيها، ان انت شلون اخليك انت تصدقني ان انا زين ولا مو زين، هو على حسب الدور اللي يجي لك. فهمت قصدي؟ بس شلون تجربتك مع شجون مسلسل وحوش؟ فنان شجون، اوكي. طبعا انا وايد من احنا صغار نشوف شجون، وكنا وايد نشوف واسمع عنها ان هي كذي تبكي من ناحيه الدمع وما دمع. هذا الشيء انا شفته لما اشتغلت معها، هي اول مره بحياتي اشتغل مع شجون، ممثله ما شاء الله عليها عظيمه صدق، يعني تعابير وجهها، انت حتى لما تكون معاك بالمشهد تحس في من شكلها ما شلون، سبحان الله، الله معطيها شيء موهبه بالتمثيل وايد مقنعه فيها، وايد الناس يحبونها بالادوار هذه، والدور هذا بالنسبه لي لها وايد عظيم ان هي شلون سوته، ان شلون اللهجه غيرتها، شكلها، شلون التعابير، شلون لما تحس ان هي عيالي مع عيالي، التفاصيل هذه اللي هي قاعد تسويها هذه هي موهوبه، يعني الله معطيها موهبه بالتمثيل مو طبيعيه ما شاء الله عليها. ساعات انه يقول لك بالتمثيل الحي يحييك والميت يموتك، هي لما تكون معاك هي تحييك من غير من غير شيء، من غير هذا، هي معاك تحس ان انت مرتاح، لان انت ساعات لما تتمثل مع ممثلين اكبر منك او اقدم منك بالمجال تجيلك هذا شويه رهبه، ان انا قاعد امثل فانا لازم اكون زين، يعني فاهم علي؟ هذا الشيء يصير انت مثلا يالك مع عبد الحسين عبد الرضا مشهد مثلا الله يرحمه، فانت قدام عبد الحسين عبد الرضا او غانم الصالح، فانت لازم تكون 100% جاهز، ما تلعثم لان فيها رهبه، هي حتى فيها رهبه. شايف انت الخوف مع الامتحانات هذا اللي يحوشك ان الامتحان يعني فاهم انت الشعور هذا،
يجيلك كممثل بعد يجيلك كممثل. فلازم تكون جاهز 100%. وهذا شوي من الاشياء اللي انا شخصيا يعني ما اتعب فيها، ان انا ابذل فيها مجهود، ان انا اكون جاي الست 100% انا جاهز، ماكو حرف مني يضيع ان كدور. فادواري مع شجون الحمد لله يعني كان حلوه. هذا من كلامهم يعني، من كلام المخرج واللي ورا الكاميرا يعني. فتجربتي معاه كانت حلوه يعني، لان مشاهدي كلها معاه، انا المحامي مالها. فكل مشهد فيه انا اكون مستانس، ان في رده فعل العيون والدنيا، هي مقنعه. هي صدق مقنعه، مو تقشمر، هي سبحان الله سبحان الله صدق يعني. انا وايد تشرفت ان انا سويت الدور هذا معاه، وايد استانست. يا يسولف عن التجربه نفسها، لان هي تجربه سريعه، انا صورت هذا كله سريع. بس انا شفت ما شاء الله دورك يعني تبارك الرحمن، هو صدق انه سريع، بس انه تبارك الرحمن صدق لا انت اديت حتى بفيلم الحراميه. الحراميه يايله هذا لا انت سويت شيء ثاني، صدمتني والله. يايله انا صدق هي كانت وحوش، تجربه حيل سريعه. مثل ما قلت لك دقوا علي ثاني يوم، رحت الساعه 9، ما ادري ايش السالفه، هذا ما ادري شنو دوري. لأنه خلاص يعني إن أنت، لأنه هو كان شوف، لأن أول يوم لما رحت تكنسل التصوير، أعطوني النص، أعطوني الدنيا، قريت الدنيا، فقلت أشوى خيرا أن تأجل التصوير. أنا الدور هذا إن اليوم هذا تأجل، صار يوم ثاني، فمداني إن أنا أراجع وأقرأ وأشوف وأحط وكذي يعني، فاهم علي؟ خذيت وقت إن أنا أقرأ، بس إن أنا كأول مرة هي. فأنا كنت انطر دوري، اقعد بالكرفان انطر دوري، اراجع اي مساعد المخرج، يلا مصطفى حياك، اروح امثل، ارد على الكرفان. فانا هذه مغامراتي، وكانت سريعه، وايد سريعه، وايد الموضوع كان سريع يعني، فاهم علي؟ يعني لان انت اوريدي خلاص يعني، انت مع الاعمال اللي اشتغل، فاي تحس ان يعني انت فاهم الاجواء. خلاص في اشياء لما تروح الست يكون انت محضر لها دنيا. هذه بدايه الايام، لما انا كنت بدايه ايامي يعني بالمسلسلات بالذات، هذا خذت مني فتره عقبال ما فهمت ان في طقوس انت تسويها. كل ممثل عنده طقوس يسويها يعني، مو كأي واحد ثاني. يعني انا مثلا على سبيل المثال، انا اذا حاش لي موضوع التوتر، طاقيني اسوي تمارين التنفس. هذه تعلمتها بالمعهد يعني في المسرح، ان تاخذ نفس، تكتم، بعدين تطلع الهواء شوي شوي، راح تلاقي ان الخوف هذا يروح منك عشان لا تتوتر، وتلاقي الاكسجين يدش مخك، فتركيزك شوي يصير عالي. ففيها اشياء انت تحاول تكتشفها بنفسك عشان تقدر انت بالمواقف هذه شلون تسيطر عليها. فموضوع الكلام، انت اول شيء لازم تفهم القصه، يعني تفهم القصة ليش، انت شنو دورك، شنو قصتك، فتقرأ، لازم تقرأ العمل كامل عشان انت تكون فاهم انت شنو قاعد تقرأ، او دورك لوين بيوصل، وليش الشخصية قالت كذي، وليش الشخصية عصبي او حزين او كئيب. لازم تفهم هذا كله من خلال انك تقرأ العمل كامل، تشوف المؤلف شنو يبي من الدور. يعني انا اقدر اقعد مع المؤلف اتناقش معه، ممكن احنا نسوي كذي، ممكن احنا نسوي كذي، لان انت عندك بالتمثيل في ان هي دراسة الشخصية. يعني الشخصية شنو كانت قبل لا يوصل هالمكان، فتحط لها أبعاد شخصية، والأبعاد شخصية تحطها إنه شنو هو الاجتماع، يعني حالته الاجتماعية، هل هو فقير ولا غني، هل هو شنو بعد الحالة الاجتماعية، غني ولا فقير، هل هو يتيم ولا يعني الأشياء الاجتماعية هذه، الماديات، اللي هو غني ولا فقير، عنده فأنت تدرس الشخصية بالناحية هذه عشان أنت تفهم الدور، وليش دورك كذي. زين هذا الدور شرير، ليش صار شرير؟ شنو الاشياء اللي خلته يصير شرير؟ وليش طيب؟ شنو الاشياء اللي خلته يصير طيب؟ هذا قبل لا انت تشتغل الدور يعني، فاهم علي؟ هذا يعني تصير دراسه، يعني تصير دراسه انه هو صار عصبي. ساعات الناس لما تقول ان في فلاش باك صار عنده حادث، فالحادث هذا اثر فيه، هل هو خايف مني؟ فهذا لما تقول انه صار عنده فلاش باك في حادث، فاكيد اثر على شخصيته. يعني فيلم رفعت الجلسة، يعني أنا كان دوري دائما إذا أنت تذكره نظارة ودنيا لوية، في سبب ليش هو صار كذي. يعني قبل حتى في فلاش باك، إن أنا لا مو فلاش باك، ما صار فلاش باك، صار إن أنا قلت الحكي هذا، إن أنا كنت بالسيارة وسويت حادث ومرتي ماتت، فهذا أثر علي. عشان كذي أنا طول الفيلم الوضعية الصامتة، النظارة، إذا أنت شايف، أنت أكيد شايف رفع الجلسة،
شايف الدور تذكره. اي بس انت تذكر ان انا كنت دائما هادي ما هادي. اي فهو هني يصير موضوع انه هو ليش قاعد يصير كذي، ولازم اي مؤلف يجاوبك ان هذا ليش كذي عشان يطلع العمل حلو. يعني فاهم ليش انه هو يعني انا كان بالفيلم رفعت الجلسه كان دور علي ششتري، هو نسيبي، اخته كانت زوجتي. ليش طول الوقت هو قاعد يعاملني كذي؟ انت مو فاهم ليش. اخر الفيلم راح يبين لك ان انا سويت الحادث هذا وغصبا علي وهو حاقد علي، لانه هو بالنسبه لي ان انا كني انا ذبحت مرته سوري اخته. فهي كذي، هذه سالفه دراسه ما دراسه. اذا انت تبي تدرس انه ليش سوى كذي ليش سوى كذي، منها هاي بحر كبير وانا لا زلت قاعد اتعلم. ما اقول لك ان انا قفلت الشريط. هو اللي حلو بالتمثيل وبالمجال نفسه التمثيل او سواء المسرح ولا السينما ولا المسلسلات، العالم هذا ما يخلص. العالم هذا ما يخلص. لو انت حسيت ان انت والله وصلت لاخرك ما في مستحيل. راح تلاقي في اشياء في اشياء في اشياء. هذا اللي حلو، هذا اللي حببني اكثر شيء بالفن، انه مكان ما يوقف. عالم هذا ما يخلص. انت ساعات تحس نفسك ان انت صرت اقوى شيء، انه خلاص لا تلاقي في اشياء تقدر بعد في انا وايد احب ممثل من انا صغير احبه، جيم كيري. بعالم السينما لان انا شوي تابعته وايد عالم السينما. يعني بالسينما اللي هو الافلام الاكاديميه اللي تترشح بجائزه الاوسكار، هذه دائما الافلام هذه تحسها اللي هي الصجيه. في احنا للاسف في لازم تكون تفهم، في افلام يسمونها الافلام التجاريه اللي حق الجمهور، وفي افلام الاكاديميه اللي تترشح حق جوائز. يعني فاهم علي؟ افلام اللي تحس انها هي شوي تجاريه اللي هي دائما تكون مثلا فاست اند فيريوس مع السيايير، هذا تحس يعني الافلام اللي هي تقاس من الافلام شوي تجاريه، وجهه نظري انا يعني انها شوي تجاريه. الافلام اللي هي لا، في افلام لا، افلام الصجيه. يعني مثلا الحين في فيلم راح ينزل حق قصه حياه مايكل جاكسون. اكيد تعرف مايكل جاكسون، لا تحسس ان احنا وايد كبرنا لو سمحت. في قصص هذه، في افلام اللي يسمونك الافلام الاكاديميه. بعدين لما نخلص اوريك لسته افلام وابيك تستمتع فيهم. الزبده باللي ابي اقوله مثلا خلينا نجيب مثلا الممثل اسمه ليوناردو دي كابري. ما ادري انا شفت، انا ما اعرف اسماء. انا ترى نفسك هذا في فيلم معروف سواه اسمه تايتانيك، هذا هو ليوناردو. هذا انا ابيك مثلا ليوناردو شوف له 5 أفلام ورا بعض. يعني تخلص فيلم تايتانيك شوف له مثلا انشارتد، وورث اوف لوست ستريت، شوف له افلام هو كممثل، شوف له 5 أفلام ورا بعض وانت قارن شلون مثلهم. راح تلاقي هني سوى شيء وهني سوى شيء وهني سوى شيء وهني سوى شيء مختلف عن الثاني. هذا تحس صدق يعني تصدقه بهالدور وتصدقه بهالدور وتصدقه بهالدور. ليش انا قاعد اقول لك في ممثلين لما تطالع لهم 5 أعمال ورا بعض تحسهم هم نفس الشيء، ما غيروا شيء. تفاصيل وجههم نفسها، تفاصيل ايدهم نفسها، بس انه هني سوى لك دكتور وهني سوى لك مهندس نفسه، هو نفس شخصيته ونفس هذا. لما تشوف اللي شوي انهم هو طبعا جبت لك مثال بهوليوود بس عشان بقول لك شنو الاختلاف، ان شلون هم يدرسون الادوار هذه. في منهج اسمه منهج ستانسلافسكي. هذا ستانسلافسكي شنو سوى لك؟ سوى لك حط لك منهج تمثيل. منهج شلون احنا ندرس المناهج بدنا ندرسها وكذي، هو في عنده منهج ستانسلافسكي. شنو يقول؟ التمثيل الواقعي. يعني اذا انت تبي تبكي بالمشهد ابكي صج، اذا تبي تعصب عصب صج. شلون تسوي هذا؟ ان انت تحاول تستحضر شيء قديم حقك. يعني انا مثلا في مشاهد البكي اللي انا مثلا سويتها تذكرت مثلا يدتي الله يرحمها، فاقعد بيني وبين نفسي كذا اقعد افكر فيها، اتذكرها ساعات احط سماعات اذكر، فيحوشني هذه اني انا ابي ابكي. يلا جاهزين يلا 3 2 1 اكشن، قلت الجمله يعني فاهم علي؟ هاي طريقتي انا يعني شيء انا اسويه. فهو هذا منهج ستانسلافسكي، ان انت تسوي الشيء واقعي، ان عشان انت تكون حقيقي، عشان انت تصدقني لما انا اسوي لك المشهد هذا. فاهم علي؟ فهو منهج ستانسلافسكي هم يدرسونه، ما ادري باي دوله، المدرسه نفسها يدرسون اياها. واحب اقول لك ان وايد ناس صار عندهم اكتئاب منها، لان في موضوع التقمص اللي يتقمصون لدرجه انه ما يقدر يطلع من هالشيء. يعني شو يتقمص؟ انه هو يعيش الشخصيه حتى وهو بالبيت. يعني هو الكل اللي الحين اللي صارت قبل انه صارت رد عليه اللي هو الجوكر، هيرث ليجن اللي مات، مو الخواكين الجديد اللي قبله اللي مات. في فيلم اسمه ذا دارك نايت
اي هذا الجوكر هو من كثر ما هو تقمص هذا ادويه ما ادويه وكذي، بس هو ما مات من هذا، بس انه يبين انه الشخصيه. هم راح ارد لك على موضوع الاقتباس، انه شلون واحد يقتبس الدور او يتعايش معاه. واحد ممثل اسمه داني دي لويس، هذا داني دي لويس ممثل اللي خذ 3 اوسكارات، هذا ممثل مرعب. ففي مره ما اتذكر كان مقابله ولا شيء سولفوا عنه. الممثل هذا عشان يدش بالدور يقعد له سنه كامله يتقمص الدور، ولما يصور الفيلم ويخلص يقعد سنه ثانيه عشان يطلع من الشخصيه اللي هو فيها، عشان يرد حياته الطبيعيه. فالموضوع هذا مرعب اذا انت تعمقت فيه بزياده، اللي هو منهج ستانسلافسكي. في واحد ورايا اسمه برخت، يعني هذول الاثنين اللي اكثر شيء اذكرهم. يعني البرخت هذا مو مع المدرسه هذه مع ستانسلافسكي. يقول ليش انا اقعد اعيش ان لازم اذا مشهد بكي لازم اتذكر شيء ابكي؟ خلاص يجيب قطره يحطها تك تك سوي كذي بس تقعد تبكي. فهو غير لك المنهج. في مناهج التمثيل ترى، في وايد مناهج التمثيل. الحين سؤال، الحين الممثلين في البتش يحطون قطره ساعات؟ في ممثلين يحطون قطره، يحطون قطره ساعات. زي الدم شلون يحطونه؟ الدم مكياج، في شو اسمه وايد. هذا لا، هذا عالم المكياج شيء ثاني. لا انا اقول لك يعني في ناس مثلا طق، يعني مثلا يكون ما في شيء اي يطق يطلع دم شلون؟ يعني في قطع عادي، في على حسب المخرج ساعات يصير قطع يحط او يجهز لك اياها، مع القطع يطق كذي تطشر بروحه فكأنه اخذ دم. هذا هو كلات مخرجين ومصورين، هذا الفن اللي اقول لك اياه انه شلون يخليك تسوي كذي. لان عالم المكياج هذا عالم ثاني، الاضاءه عندك عالم، التصوير الكاميرا العدسه هذا عالم، كل واحد له عالم. يعني من ناحيه التلفزيون اذا كان سينما او مسلسلات او حتى وثائقي، كل هذا له عالم. يعني فاهم علي؟ انا عندي صديق لي اسمه عزيز بهبهاني، هم ممثل هو وانتج وممثل اكاديمي وهم ممثل مسلسلات. هذا مره وراني في موقع تشترك فيه كنا اتوقع $5 ولا شيء كذي. الموقع هذا منهج يعطيك محاضرات في مخرج عظيم اسمه سكورسيزي. اذا وريتك سكورسيزي راح تعرف انت اكيد شايف له افلام، مستحيل مو شايف له افلامه. هذا سكورسيزي يعطي محاضرات، يعني عنده 30 محاضره كأنهم حلقات، وكل محاضره دقيقه او دقيقتين بس، يعلمك شنو الاخراج. هو بالنهايه ترى ايش قاعد يسوي؟ هو قاعد يسولف لك انه هو شلون عاش تجاربه مع الاخراج. هو ما يعني المنهج ماله هو التجربه نفسها. يعني فاهم علي؟ الواحد لما يجرب هني يكتشف كأنك قاعد تبحث عن شيء بس انت مبلشه بهالمجال. فانت كل ما تبحث راح تتعلم وراح تغلط وراح تنجح وراح تغلط وراح تنجح لين ما خلاص انت تكون متمكن من هالشيء 100%. فهو هذا هو الدنيا، انت كل ما تسرج كل ما تبحث كل ما هذا راح تلاقي شيء. هذا انت كل ما تحاول تتعمق بالشيء ما راح تخلص. ساعات هم يعني ساعات اللي عندنا هني السهل الممتنع يعطيك. اي لان في اشياء صعبه تواجههم صعوبات كمنتجين كمخرجين، في صعوبات وايد تواجههم، فهم يحاولون يسوون السهل الممتنع. بس انت عشان انت هناك مقارنه بامريكا او حتى في مصر في مدينه اعلاميه، في هناك يعني عندهم منظمه هوليوود نفسهم اللي الله يسامحهم الحين يقطون لك ملايين على الشيء هذا. يعني انا اذكر في مخرج اسمه نولان في فيلم كان انسبشن، في لقطه مدتها يمكن 3 أو 4 5 ثواني بنى شيء يمكن قط عليه يمكن 2 مليون 3، بنى مثل ممر يتحرك كذي عشان مش مشهد مدته 5 دقائق أو 6 دقائق. فعندهم القابليه انهم يسوون لك مشهد مدته بس دقيقه، يعني صناعته شوف خذ منه صناعه كبيره بنالك مثل غرفه كامله طويله ممر. استاذ مصطفى، لو ترجع حق اول تجربه تمثيليه لك، شنو الشيء الوحيد اللي كنت راح تغيره؟ شنو الشيء الوحيد اللي كنت راح اغيره؟ لا يعني ما اتوقع اني كنت راح اغير شيء، لان هي بالتجربه الاولى شلون اقول لك اياها، انت قاعد تجرب شيء جديد، قاعد تدش تجربه جديده، فانت لما تدش تجربه جديده تبي تتعلم منها، تبي توصل، فانت تبي تحط ريلك عند اول خطوه.
فانا ما عندي شيء غيره بالتجربه الاولى، لان انا كنت ابي يعني كانت حلو فكره ان انت تغلط بتجاربك الاولى. يعني انا مثلا بالتجربه الاولى ما كنت فاهم اشياء وايد، لان بالذات بالمسلسلات ناحيه المسرح لا، المسرح كتجاربي الاولى ان احنا اوريدي قاعد نتدرب قاعد نتمرن. هذا اللي حلو بالمسرح، ان في قاعد تدرب. بالمسلسلات لان الموضوع كان ضيج ورايح انا بوقت حتى ما اذكر شنو اول مسلسل اشتغلته، وكنا ما نعرض المسلسل. لا كنت ولا فاهم ولا اي شيء، لان انا من قالوا لي انت احفظ هالكلمتين بس كنت ممغنط، ما كنت فاهم يعني شلون اعبر بوجهي، ما كنت ادري هذا كله ما كنت اعرفه. فضروري ان انا كنت اعيش التجربه هذه عشان اعرف شنو اغلاطي، عشان اتعلم بالاعمال الجايه اني انا اقدر اسويها صح. المشكله اللي كانت بالمسلسل اللي انا اشتغلت فيه ان هم حطوا لي مشهد بنفس الوقت، مو قاري ولا حافظه ولا فاهمه، وانا اوريدي ما كانوا هم عارفين ان في مشهد، هو مشهد مضاف. فانا حزتها ان كان مشهد بس ان الكاميرا علي وماسك تليفون كذي، والكاميرا تقرب اني انا قاعد اقول كلام مهم، حتى ما اذكر شنو هي، انه من زمان الحكي هذا. فكنت خايف مرتبك وقاعد ومبقق عيني كذي لاني خايف، كان شعور الخوف. وكان في واحد ورا قاعد ينقلني شو اقول، ان اقول كذي. فصار شكلي مو حلو. المصور قال يلا بدلوه ما بدلوه، فانا هني تنرفزت. زين ترى مو غلطتي انا، يعني فاهم علي؟ انتم اللي اعطيتوني فجأة صدمتوني. فيمكن يعني ما كنت جاهز، يعني هو ما كان في شيء راح يتغير من اول تجربه لي، لان انا كنت ابي اعيش التجارب هذه، ابي اعرف شنو الصح شنو الغلط. ما اتوقع كان في شيء كنت ابي اغيره يعني باول تجربه لي. بالعكس يعني انا كنت ابي اعيشه، ابي اغلط، لازم اغلط عشان افهم شنو الشيء اللي انا اقدر اطوره حق بعدين. بس استاذ مصطفى، شنو اصعب تحدي واجهك وانت مبتدئ بالتمثيل؟ أصعب شيء واجهني بالتمثيل هو طبعا أو تغزك تبي بالمسرح ولا بالتلفزيون؟ الاثنين. انزين، هو أصعب شيء إن أنت ما تكون جاهز حق يوم العرض بالذات بالمسرح. وهذا إحنا كان المشكلة، أو مو مشكلة، هو الخوف كان هو اللي يحركنا. يعني إذا أنت راح تستحي، أنت الحين بتمثل قدام بالمسرح، يعني بتمثل قدام 800 واحد ولا 700 شخص قدامك، كلهم راح يسكتون راح يسمعون أنت شنو راح تقول. فالخوف هذا نفسه هو اللي كان يعطي دافع إن إحنا يعني نقطع نفسنا بالحفظ بالحركات بالبروفات والدنيا. الشيء الوحيد اللي كنا نخاف منه إذا صار شيء غلط، مثلا واحد نسى واحد شيء، أنا كنت أخاف أنسى الحوار. فكنت وايد بالكالوس مثلا اني اقول الحكي وايد. الموضوع اسهل بالتصوير لانه يصير موضوع كت، يقولوا لك شنو ناسي هالجمله. فاكثر شيء اللي تحس واجهك صعوبات اذا انت ما كنت محضر الموضوع 100%. لان نفس الموقف صار معي موقف مره، ان انا كنت رايح ومو جاهز حق المشهد او مشهد مضاف لي، ان انا ما عرفت اني انا اتصرف بهالوقت، ان المفروض اقراه افهم الحكي وحتى اقولها بطريقتي. انا قبل التجارب الاولى كان بالمسلسل، في مسلسل انا اشتغلته، ان اعطوني مشهد كذي، المفروض ان انا كنت يعني عشان ما عندي خبره بالموضوع، ليش قاعد اقول قاعد اتعلم بالموضوع، المفروض ما راح اقول الحكي 100%، على الاقل افهمه واقوله بطريقتي. من الموضوع صار الحين to be or not to be، يعني اكون او لا اكون. فهني هذا الشيء اللي انه يكون استيعابك حق الشيء اسرع، ان انت تقرا الشيء حتى اذا كان شيء مضاف. الحين شلون تتصرف بهالموقف، ان الحين لازم انت تصور المشهد هذا، فعلى الاقل تحاول تفهمه، تحاول تقراه تفهمه بطريقه معينه وتقوله بطريقتك، وشي الموضوع راح يمشي. فهو تقريبا التحضير، يعني بس تحضير اتوقع، وان انت شلون تواجه الخوف اللي يحوشك هذا مع التمارين. تسوي تمارين في، يعني انا تمرين وايد كنت احب اسويه لما الوقت اللي انا اكون فيه خايف. هني انا فهمت سالفه الماء البارد، ان لما تسبح بماء البارد شنو الاشياء الايجابيه اللي يعطيها حق جسمك.
يعني انا هذا الشيء كنت شايفه، سويت سيرش بسيط، قعدت اني انا عندي وايد سالفه اللقاء، فابي اعرف هذا ليش، يعني ليش الماي البارد مفيد، لما مثلا تاخذ دش ماي بارد ليش مفيد حق الجسم. فكنت ادش على اليوتيوب ادور وابحث واشوف. دائما طحت لي على كان برنامج اسمه فور دكتورز، واحد شرح لي فيهم، كان ينحط بام بي سي 4 قبل. فواحد من الدكاتره هذيل كان شرح ان الماء البارد شنو فوائده، عشان يعني هو موضوع كبير جدا، بس ان الماء البارد لما تاخذ دش فيه في بروده كذي، تحس ان الجسم كله يكون بارد. سبحان الله البروده هذه لما انت تخلص الشاورينج وتطلع تحس حتى التوتر اللي انت كنت فيه يروح. فانا كنت قبل عرض المسرحيه كنت اخذ دش الماء البارد، احس نفسي فريش، اروح يوم العرض بالمسرح الاكاديمي. وفي نفس الوقت كنت اقعد على جنب، كنت اسوي تمارين تنفس. كان يدرسنا قبل بالمعهد الاستاذ والدكتور خالد امين، هو ممثل معروف بالكويت، استاذي الدكتور خالد امين. اذكر انا كنت سنه اولى بالمعهد، واحنا كنا مجاميع بطلبه سنه رابعه، كان امتحان حق سنه رابعه واحنا كنا مجاميع. فاذكر قبل دخول الجمهور قبلها بساعه بساعتين كلنا لبسنا ازيائنا، قعدنا كذي بالمسرح وحط لنا مثل موسيقى شي، هي موسيقى غريبه، دن 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 دن. الدن الاولى هذه تاخذ نفس لما بطنك ينتفخ، وتاخذ نفس من الانف بطنك ينتفخ. لما تسمع الدن الاولى حاول تاخذ نفس كثر ما تقدر، لما تلاقي بطنك انتفخ واللي صدرك هنا انتفخ شيء من الهواء اللي داخل. لما تسمع الدن الثانية هي طويلة، طويلة هي. لما تسمع الثانية تطلع جزء من الهواء يعني كذي، يعني تطلع الهواء يطلع الهواء يطلع الهواء لين ما الموسيقى تخلص النبرة هذه. تلاقي نفسك انه خلاص ما في هواء، قاعد تطلع كل الهواء اللي ببطنك حيل 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 لدرجة ان تحس نفسك قاعد تدوخ. بعد لما تسمع الدن الثانية هم تاخذ نفس، دن الثانية ترد تاخذ نفس مرة ثانية. التمرين هذا فوائده انه يدخل الاكسجين داخل المخ، يصحصح الاكسجين، وفي نفس الوقت يوخر عنك الرهبة مالت الخوف هذه. فهذه التمارين انا كنت اسويها، التمرين هذا كنت اسويه وليومك هذا انا اسويه باي شيء انا ادش، اي شيء يوترني، اي شيء يوترني تلاقيني رحت على جنب سويت التمرين هذا مال التنفس. وماي البارد هذا لا، وقت عندي مثلا مسرحيه، عندي يوم تصوير، عندي شيء، اطق الدش هذا واروح انا جاهز. فسبحان الله هي في تمارين معينه تفيد كل ما انت تتعمق بالموضوع، ان انت شلون تفهم جسمك. هذا راح يفيدك باي شغل، مو بس بالتمثيل، باي شيء، اي شغل، مهندس، دكتور، هذا شلون توخر التوتر، شلون تخلي مخك مركز 100%. هذه اشياء من الطبيعه سبحان الله. تمارين انت تقدر تسويها توخر عنك هذا كله. وقاعد اقول لك كل واحد له عنده طريقه بالمجال، يعني كل واحد عنده طريقه شلون انه هو يحضر نفسه حق الدور، او يحضر نفسه حق انه يسوي الدور، او سواء بالمسرح او بالمسلسلات. استاذ مصطفى، مسلسل تقدير الاحتياج كان فيه جزء اول وجزء ثاني، شنو الفرق بين الجزئين بشكل عام؟ بالجزء الاول كانوا صار ان في ضيوف شرف، كل حلقه فيها ضيف شرف. فالحتوته كانت ان احنا كشخصيات تقدير احتياج شلون نتعامل مع ضيوف الشرف، كل واحد كان له دور وكان له قصه، فاحنا شلون قاعد نتعامل مع الشخصيه هذه اللي زايره المكان. في الجزء الثاني صار الموضوع التركيز اكثر على الموظفين اللي هم ابطال العمل. فهو بالجزء الاول كان في، يعني هو كان في تركيز على الشخصيات نفسهم، الموظفين يعني اللي ابطال العمل، بس كان في شوي تركيز اكثر انه كان الضيف اللي انه شلون نتعامل معاه بشخصياتنا. فكان هذا الاختلاف، انه بالجزء الثاني صار ان التركيز اكثر شوي على الابطال. انت صورت على مسلسل ثاني اللي هو محامية الشيطان، واللي هم سبب ضجة بالكويت، فأبيك تقول لي رأيك بشكل عام المسلسل، شلون كانت
شلون كان المسلسل التصوير؟ شوف الله يذكرهم بالخير، لولا عبد السلام وهي عبد السلام الله يذكرهم بالخير، اللي هي بطلة العمل هي عبد السلام، كانوا معطيني، اذكر انهم مشاركين في الانتاج المسلسل، فكانوا معطين كل ممثل حواراته فقط ودوره، لان هم كانوا متحفظين سالفه انه منو القاتل اخر شيء. كان يعني هذا شيء وايد حبيت الحركه مالتهم، انه ركز بدورك حتى انت كممثل ما تدري من القاتل. فهذا شيء وايد ونسني، اللي خلانا حتى احنا الممثلين كانوا يجون يسالوني منو، قلت لهم يا جماعه والله ما ادري، والله العظيم ما ادري. فحبيت انا يعني انا كان دوري مساعد، الضابط المساعد مع الدوسري، كان الدوسري هو كان قاعد يحقق بالقضيه وكذي، وكانت تجربتي معاهم حلوه الامانه، كان وايد استانست بالتجربه هذه مع انه كان كدور صجي، كان جريمه ما جريمه، كان فيها شيء جديد علي، يعني شلون انت تحافظ، وانا كان دوري يعني بسيط يعني بالمسلسل، بس حبيت التجربه اني اعيشها، وبالذات اخوي الدوسري يعني الله عليه ممثل عظيم، فكانت تجربه حلوه. وهذا اللي يعني هذا اللي اذكره يعني بالمحاماه الشيطان الحتوته هذا اللي وايد احبه، بس هذا دورك قوله عشان لا تقول حق اي احد القاتل اخر شيء، فكان وناسه، كان الامانه كان وايد حلو. بس نخلص من لستة المسلسلات، ندش على الافلام. انت شاركت بفيلم رفعت الجلسة والحرامية، والاثنين كانوا نفس الشركة، انتاج نفس الشركة. شنو الاضافة اللي حسيتها كممثل سينمائي؟ يعني انا احب اقول لك، يعني اخوي المخرج محمد مجيبل والمنتج والممثل والفنان عبد الله الجيران، احب اقول لك لما عرض الفيلم اليوم اللي ريد كاربت مثل ما يقولون، ان رحت لهم شكرتهم، قلت لهم مشكورين ان انتم خليتوني اشوف نفسي يعني بشاشة السينما، وهذا كان حلم من احلامي، اني انا اكون عندي فيلم بالسينما، ان انا اروح اشوف نفسي بالسينما كممثل. هذه التجربة انا ولا عمري راح انساها لهم، يعني هذا فضل. انا تخيل انت واحد حقق لك حلمك، فشون انت تكون ردة فعلك؟ يعني مستانس من التجربة، لان احنا كلنا ودنا نصير ممثلين سينما من اول ما دشيت المجال، وانا اتمنى اني انا اشتغل كسينما، فكانت هذه اول تجربة سينمائية. يعني تخيل اقول لك تعال مش هنروح نشوف فيلمي بالسينما، تخيل والله نروح الحين اقول تعال فيلمي بالسينما، شعور حلو. وهم الاثنين هم اللي ساعدوني ان انا، هم اللي خلوني اشوف نفسي على السينما. يعني انا حتى عندي بالانستغرام صوره حاط نازله ان انا مودي الوالده الله يحفظها موديها السينما. تخيل انا مودي امي فيلم انا شغال فيه، وامي يمي قاعده تشوف ولدها، فهذا بالنسبه لي كان شيء وايد عظيم بالنسبه لي. يعني انت تخيل واحد من احلام حياتك انك تشوف نفسك ممثل بالسينما، وتدق على ربعك تقول لهم يلا كل واحد فيكم يروح يطالع فيلمي، يضغط على ربعك يعني. فكان شعور وايد حلو وايد. انا يعني هو دائما هدفنا اكثر شيء الممثلين انه يتمنون يصيرون ممثلين سينما، لان السينما هي تحس انها هي اساس، كأنها هي احلى شيء. الشعور انت تروح فيلم تطالع فيلم، شعور الكل يحبه، فما بالك ان انت قاعد تسوي فيلم وانت قاعد تمثل فيه وبطولة فيه، فالشعور وايد اعظم كممثلين يعني. فالتجربة هذه كانت وايد حلوة. محمد مجيبل انا اذكر اشتغلت معاه، كان في فيلم هم طويل نزل باليوتيوب، وهذا الفيلم الثاني كان بس دوري، كان ضيف شوي شي، دوري ضيف شرف كان بالفيلم، وهذا الدور اللي خلاص بالسينما كان رفعت الجلسة. قرانا الفيلم، قعدنا اجتماع، محمد مجيبل وعبد الله الجيران قعدونا قرونا الفيلم، ما شاء الله كتابته حلوة. يلا متى نبلش؟ صار فينا عندنا حماس يلا والله. يعني ساعات انت ما تقرا الفيلم ها شلون بيسوي هذا، شلون يعني شلون بيسوي ما شلون. ومحمد مجيبل يعني ما قصر، قعد مع واحد فينا، على كل واحد قاعد معاه وقاعد يسولف معاه. ها قريت انت الحين الفيلم شنو شايف الدور، شلون شايف الدور، فيصير في نقاش بيني وبينه. انا شفته كذي انا شفته كذي، فهو يقول انا شفته كذي انا شفته كذي، فيصير كنا احنا الاثنين قاعد نحاول نوصل لخط معين عشان وقت التصوير يكون احنا الاثنين متفقين، و 3 2 1 اكشن يصير اتفقنا عليه.
فهذه كان وايد من الاشياء اللي انا حبيتها مع تجربتي مع المخرج محمد المجيبل، انه قاعد اتناقش معاه، اسولف معاه، نسوي كذي نسوي كذي. وهو ما شاء الله عليه كمخرج عنده رد حق كل شيء، جاهز الرجال، جاهز يعني جاهز حق اي سؤال ويريحك. من اكثر المخرجين اللي ارتحت معاهم، ما حاتي، ادري انه هو راح يعني اذا انا توهقت بشيء راح يشيلني بوقت التصوير. انا قاعد اقول لك يعطيك هذه الروح، يعطيك هذه لا تخاف، روح دوس انا وياك اشيلك، ما لا تحاتي من ولا شيء، موفر لك كل شيء. ما هو كمخرج فاستانست بالشغل معه. في ادوار اللي هي الادوار اللي تحس يعني بالمشاهد اللي هي شوي محتاجه رياكشنات، محتاجه شيء، هو يقعد معاك يفصص لك انه تسوي كذي تسوي كذي، تتناقش معاه على حتى الرياكشنات الوجه. يعني انا شلون اعطيك رياكشن ان مثلا انا شكيت فيك، ففي ابتسامه معينه، نظره معينه، يعني تفهم شلون الموضوع ديب بالرياكشنات الوجه. انت ممكن بالرياكشن وي ان انت مثلا قاعد تكذب علي، انا برياكشن وي انت تفهم ان انا صدتك، ما سولفت انا معاك ولا شيء، بس اعطيتك رياكشن وي ان انا ترى صدتك. فهذه الاشياء اللي بالسينما وايد مطلوبه، ان دائما السينما يصير ان الموضوع انه فوكس على الوجه وايد، يعني تحس بالسينما ان شاشه كبيره فانت قاعد تشوف الوجه، تفاصيل الوجه، فانت شلون تسويها يعني فاهم علي؟ ما يصير وجهك فلات، لا يعني شوي تلعب بوجهك شوي عشان الحس يوصل. يعني تجربتي وايد كانت حلوه برفعت الجلسه، وايد حابها، ووايد تجربه السينما والحمد لله يعني شيء من الاحلام، من الاشياء من اللي احلم فيهم تحققت. والحين فيلمنا الحرامية انا ابيك تروح تشوفه وانت تقول لي رايك فيه. ايش رايك فيه؟ والله الفيلم ما عليك الحين انت الحين سالفت دورك انت. الفيلم تبارك الرحمن شغل خيالي والله الأمانة، حتى القصة، تمثيل، الرسالة كانت رسالة غير مباشرة بس وصلت. حبيت شلون طريقة الرسالة، شلون التمثيل، الأدوار، القصة، السيناريو اللي انت سويته صدمتني صراحة. يعني وايد شغلات الأمانة شفتها صراحة. يعني هو تحس كفيلم كويتي هذا شيء وايد الواحد حلو انه يفتخر انه في الافلام الكويتيه. اي يعني الأمانة الكويت تفتقد مثل الأفلام هذه، فلما أشوف فيلم كويتي يطلع من إخراج كويتيين بالشكل هذا صراحة فخر. بالعكس برافو، مع انه ترى يعني ظروف الفيلم هذا ترى كانت وايد صعبه، وايد صعبه فوق ما انت تتخيل. يعني صعوبه انه واحد يسوي فيلم وانه لازم بسرعه، انه في تايم، في الشمس اذا غابت انت الحين مشهدك لازم الصبح بالنهار تسوي، فعلى ما تصور وتحط وتركب والدنيا وتضبط ان الوقت قاعد يروح، الشمس راح تروح. هذه من الاشياء اللي تحس فيه صعوبه فيها، انه لازم تلحق على الشمس، تلحق على يعني اذكر برفعة الجلسة احنا في مشهد صورناه هو ليل ظلمه، من كثر ما الموضوع صار فيه تحوشك ظروف صعبه يعني ما ينلامون هم ترى صدق، يعني المخرج والمنتجين وفي اشياء ما ينلامون عليها صدق، الظروف تصير في ظروف صعبه باللوكيشن. يعني مثلا بطاريه اختربت، الاضاءه اختربت، فشلون تتصرف وانت عندك تايم معين، يعني انت فاهم الاشياء والظروف هذه الصعبه. المايك مثلا مو شغال، فجأة يطلع لك اشياء كذي انت مو حاسب لها حساب، ففي صعوبات. فاذكر المشهد هذا كنا قاعد نصوره ليل، خلصناه الشمس طلعت الفير، قبل لا الشمس تطلع بها كانت خلصه. اذكر كان برفعة الجلسه وكان برد. اعتقد المشهد اللي كان بالاخير ايوه يوم عبد الله الجيران يوم مسكوه، ايوه هذا كان في مشاهد هذه. وفي مشهد اللي انا معاه اللي هو اللي انا امسكه، اللي قايل له كنا بمصفط، يكون هو تو ذابح محمد اللي قز الابره السم حق محمد الحرب، ممثل محمد الحربي، وبعدين انا قايل له امسكه. فهذا بهاليوم صار كان شيء والله كان الموضوع حلو. فهي كتجربه سينمائيه انا وايد مستانس فيه، حتى فيلم الحراميه يعني دور جديد وفكره جديده ودش شوي بالاكشن كوميدي حلو.
فهي حلوه ناس السينما. هاي ثاني تجربه لي سينمائيه. لا هو كان في عندي تجربه قديمه بس كنت فيها دور كومبارس. كان فيلم اسمه كان رفيجي حق المخرج احمد الخلف. هذه كانت اول تجربه سينمائيه بس كان دوري كومبارس فيها، دور حيل بسيط. هذه لا يعني هاي التجربه الثانيه تعتبر التجربه اللي خلاص يعني دور بطوله هو، حتى الدور الثاني بالحراميه. فهي مثل ما انا قلت لك انا وايد سعيد وايد صدق يعني ليومك هذا انا اشكرهم على انهم وثقوا فيني وان اعطوني المساحه هذه وخلوني اشوف نفسي بالسينما. حلم تحقق يعني. شيء يفتخر فيه والله. اي بالضبط. ان شاء الله تكملون على هالشيء. يا رب يا رب ان شاء الله. الأمان الكويت تفتقد مثل هاي الافلام. ان شاء الله. لازم تعرف في ناس قاعد يجتفون عشان راح يوصلون انه يوصلون حق هالموضوع. في ناس اللي هم ربعنا اللي هم يشتغلون بالافلام القصيره، هذيلا ان شاء الله يوم من الايام راح تعرفونهم كلهم ان شاء الله. يوم الله يوفقهم وراح يسوون افلامهم تشوفونهم بالسينما يا رب. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. الفرق بين رفعت الجلسه والحراميه؟ يعني ما يعني انا راح اقول لك يعني اذا تبي الاجابه راح اقول لك اشياء التقنيه ما تقنيه وكذي اشياء يعني، لان انا في اشياء مو حلوه ان تنذكر، ان في ممثلين سحبوا وكذي بنفس اليوم نفس اليوم ما هي نفس اليوم مشى ودقوا على واحد ينقذ موقف. شفت شلون لما قاعد اقول لك انقاذ الموقف انت فجاه قاعد كذي الحين قاعد معاك الو تكفى تعال ربعنا على ربع تكفى تعال يا العود بس شنو تكفى متوهقين فتعال تصير هذه معروف بالكويت. بعدين اقول لك. عندك بعد منو دور شرف خذه شو اسمه رفع الجلسه شو اسمه نسيته اللي ما اخذ فلوس شو اسمه يا رب اللي عليه كان مشهد واحد بس صور طقه واحده ومشى. النبهان جاسم النبهان قال لي اصلا قبل كان في واحد بداله وكنسل فدق على جاسم النبهان وياه. هذا الفنان الحقيقي جاسم النبهان. قال لي الصراحه اي لان هذيلا صدق يعني هذيلا الفنانين الحقيقيين ما دفع يعني ما اخذ ولا فلس. اي لانه هو تي شنو بباله انت كويتي قاعد تسوي فيلم كويتي والفيلم هذا راح ينعرض بالسينما، انا ليش ما اساعدك؟ انا في ساعات فنانين هذا صدق اللي تقول عنهم ناس انسان قبل لا يصير فنان، انه هو شاف هو هذا الشيء هو كانسان يدري ان ديرته هذيلا قاعد كمخرجين كويتيين قاعد يجتفون عشان يكون عندك اسم افلام كويتيه. فليش ما اساعده؟ وكله يوم واحد وتصوير واحد ومشهد واحد، ليش ابخل عليه واقول له عطي فلوس وادري ظروفهم صعبه، كل اللي يشتغلون سينما ظروفهم صعبه ولا واحد اشتغل ظروفه اوكي. بس احب اقول لك ليش برا الامور اسهل من الحين؟ لان برا في ناس يعني انت عندك السعوديه يقطون على اعمال يقطون من الدوله نفسهم. انا اتذكر اي فيلم ما ادري اي فيلم بس بامريكا اندفع عليه مليارات، تندفع عليه مبالغ. ترى مو فيلم يعني كلهم يعني انت في افلام ينقط عليها 200 مليون 400 مليون بليون، في افلام ينقط عليها. انت تلعب بلاي ستيشن تعرف لعبه جي تي اي تي كم ينقط على اللعبه؟ شفت مليار 8 مليار يعني اغلى من برج خليفه. انت متخيل؟ انا احب الفيديو جيمز. اي انا شوف انا ترى من هواياتي فيديو جيمز، اموت على فيديو جيمز، العب بلاي ستيشن بس ما العب اونلاين. كل الالعاب اللي فيها قصه نفسك احب التختيم فيها قصه يعني جاد اوف وور انشارتد ردد جوست اوف تشيما دايز جان طبعا مات الزومبي طبعا. هذه الالعاب اللي انا احب العب، بس العاب الاونلاين لا ما احبها. ريزنت ايفل لعبتها؟ ما احبها. مو ما هي لعبه عظيمه بس انا ما احب العاب الرعب. ختمت ريزنت ايفل كلها، دايز جان، انشارتد هاي عظيمه اللعبه. انا عندي لاست اوف اس الاول مو الثاني. الثاني انا مشخصن معه، جيم بلاي حلو كل شيء حلو بس انا الفكر مع المخرج والمؤلف مو حابه فما كني مقاطع يعني ما ابي العب، لان قصبي بيزرعون الفكر هذه فيا عمي ما تشوف شر. لو شنو تسوي لي اعظم لعبه بالدنيا ما راح العبها طول ما انتم تفكيركم السيء هذا ما راح انسى. بس تشوف الناس تشتري يعني بحلقة محمد الشاجي يتكلم الموضوع هذا، أنا شلون الأجانب يزرعون الفكرة داخل يعني الشعب العربي، حتى لو فكرة يدري أنه مو زينة ويدري أنه رافض بس
غصب صراحة. هو يمسكك بالشيء اللي يعورك. أستاذ مصطفى، شنو النوع اللي تحس نفسك فيه أكثر كممثل؟ كممثل يعني انت قصدك كممثل كمخرج كمؤلف هذه الاختصارات هذيل؟ اي شوف انا اول شيء قصتي بالمعهد هي غريبة شوي. انا اول ما تخرجت بالثانوية الوالد وداني مصر وخلاني ادش الجامعة العربية المفتوحة القسم البزنس. انا ما فلحت بالدراسة كلش ما فلحت بالدراسة البزنس ما بزنس وحزتها ما كنت ادري شنو انا ابي. كنت ضايع اول ما تخرجت بالثانويه ما ادري انا شنو ابي شنو الشيء اللي انا احبه. ما كان عندي شيء كنت بس احب العب سوني واحب الكره. كان عندي طموح اني اصير لاعب كره قدم بس يعني طبعا الوالد قال لي شو تبي تصير لاعب كره بس ترى محمد صلاح اثبت نقطه فحزتها انا رحت مصر هناك وما كنت ادري شنو انا ابي. فقعدت كنت اروح الجامعه كنت اروح مو فاهم كل شيء بالانجليزي كل شيء هذا ما ادري شنو انا ابي. قعدت سنه ونص هنا سنتين هناك قعدتهم بمصر وصارت الثوره مالت حسني مبارك وما ادري شنو حياه غريبه علي. هناك اذكر عمتي قالت لي شغله هي اللي تحس اللي اعطتني الاطراق اللي صحي. وحتى عيال عمي ما قصروا معي يعني عيال عمي هم كانوا عمي نفس الشيء ما قصروا معي. عيال عمي ما شاء الله عليهم دراسيا هم ما شاء الله وايد اذكياء كانوا وايد يحبون يقرون قصص روايات ويدرسون. يعني ولد عمي العود ما شاء الله السادس او السابع الجمهورية بمصر يعني كان ما شاء الله عليهم يحبون القراءة فكانوا معتمدين على نفسهم من ايام الثانوية. يعني فاهم علي؟ كانوا يجمعون فلوس ويسوون اشياء كلهم من هم بالثانويه يعني مو من الجامعه. فكنت وايد اخذهم قدوه حقي. فهم عمتي على عمي على عيال عمي كانوا يقعدون معاي يقولون مصطفى انت شنو تبي؟ قلت لهم ما ادري. قالوا ما يصير ما تدري شنو تبي لازم يكون عندك هدف. اذا ما عندك هدف دور عليه شوف شنو انت تبي. ما كنت فاهم انا. عمتي هي اللي اعطتني الاطراق الصج مثل ما قلت لك. قلت له مصطفى اذا انت راح تعيش كذي راح تفشل بحياتك. انت قاعد تصير اتكالي على اهلك قاعد تصير ما ادري شنو فانت لازم تلاقي لك شيء تسويه. اهتم بالدراسه خذ الشهاده اشتغل شوف. انا حزت هني اول مره افكر صح شنو ابي. خفت هني انا اللي حاشني خوف مو طبيعي ولا زلت ما ادري شنو ابي. فرديت حزتها الكويت. هني اختي الله يحفظها لي هي وايد قريبه مني اختي. انا واختي بس بالعالم بس عندي اخت واحده هي اكبر مني ب4 سنين. فكانت في وحده تصير لنا كانت داشه المعهد العالي للفنون المسرحيه قسم تمثيل واخراج. فانا حزتها بالبيت ضايع وما ادري شنو ابي ما ابي. فاختي هني كانت طالعه مع اللي تصير لي. فقعدت سولف لها عن اخوي ما يدري شنو يبي وهو كذي شوي متحبط وما ادري شنو وحاس انه هو مو فالح بالدراسه هناك بمصر. فقالت لها اخوك جريء. سالتها هالسؤال هذا هو اللي غير حياتي. اخوك جريء. كان اقول اي اخوي خبل مين شو اسمه. لان انا طفولتي كنت وايد احب الخيال. لما كنت ألعب بالألعاب كنت أتخيل أن هذا الشرير وهذا كنت أسوي سيناريو وقصة وكذي. كنت وايد أحب أقلد جيم كيري اللي قلت لك عنه. كنت أشوف أفلام جيم كيري وأقلد. حتى كان في فيلم جومانجي لروبن ويليام فكنت بابايات كنت وايد أحب أقلد. يعني كان في عندي كرتون أحبه وايد اسمه طرزان كنت وايد أقلد بشيته وكذي. كان في كرتون أحبه أعشقه هذا أول كرتون أشوفه بحياتي وأنا صغير هو اسمه النمر المقنع. هذا عشق الأبدي لا زلت أحبه. يعني فيلم باباي الطفولة هذا مثل ما يقولون. فكنت وايد أقلده وكذي. قالت لها هو جريء. فقالت لها اي خبل وكذي. فقلت له زين ليش ما يدش المعهد فنون مسرحية انه يتعلم يعني يدرس تمثيل واخراج. فكان تقول لها اختي اخوي يحب سوالف الخيال والتأليف وكذي وهذا. قلت لها خليه يجرب يدش. كان تدق علي على طول قالت لي الموضوع 1 2 3 ليش ما تروح تشوف المعهد وكذي. قلت لها يلا. انا حزتها كنت صدق ما ادري شنو ابي.
ما ادري وين الله قاطني، ما ادري شنو انا ابي. فقلت لها ماشي راح اروح. فشنو المفروض اسوي؟ قالت لي ماكو، في اول شيء اول ما تروح المعهد تقدم، ما اذكر كان في اوراق ولا لا، بس كان في اذكر ورش، كان في ورش 3 ايام وبعدها في اختبار كذي، دكاتره يقعدون قدامك شلون شلون عرب جوت تالنت ما شنو، يقعدون ويقيمونك وكذي. فقلت لها يلا. فرحت الورش ال3 كان اذكره استاذ خالد امين موجود فيه، اعطانا كم شيء بالتمثيل وكذي، دربونا ان في تمثيل صامت شلون تتعبر بجسمك مع الموسيقى، شلون تقول، في التمثيل اللي هو العادي الطبيعي النقاش، وكان في شلون تقول شعر. كان هذا الاختبار اللي انت لازم تدشه بالورشه، فتجهز لك مشهد تعبير حركي، وتجهز لك مشهد حواري، وتجهز لك شعر تقوله. فحزتها، حتى ما اذكر شو الشعر اللي لقيته حفظته، وتدربت على مشهد صامت. لقيت نفسي ان انا هذا بعدين انا اكتشفته عشان الله خلي ما يجي وقته. سالفه اني سويت مشهد صامت وسويت مشهد حواري. الحواري كان أسوأ شيء انا سويته مشهد الحواري، لان الو وينك بالشركه ما ادري شنو، سويت هذا موضوع الشركه. بس اللي حبيته اكثر شيء كان الصامت قال يلا شنو تبي تسوي من غير موسيقى قدام اللجنه، كانوا هم دكاتره المعهد. سويت واحد انه كان داخل دبابه، وهو داخل الدبابه قاعد يطق العدو وكذي، وان كنا الدبابه جت عليها صاروخ انقلبت، وانا قاعد احاول اطلع منها، ليه ما انا اطلع منها واخذ مسدس واطق وامشي. كان هذا المشهد اللي انا سويته، انه شنو مشهد اني ممكن اعبر فيه بجسمي، ان انا اول شيء قاعد ولازم افهم اللي قدامي انا وين قاعد، شلون قاعد، يعني شلون تفاصيل الدبابه داخل فيها اجهزه ودنيا ولويا. فحزتها دشيت، ما اذكر دشيت على صور شنو، ابي اشوف الدبابه من داخل شلون شكلها، عشان لما اقعد انه يكون منطقي اللي انا قاعد اقوله، مو شيء انا مالفه من مخي. فلما لقيت الصوره شي قعدت اتدرب على المشهد وشي، رحت سويته. بعدين سويت المشهد هذا وقلت الشعر وسويت المشهد التمثيلي. بعدين صار ان ما ردوا لي خبر اذا انقبلت ولا ما انقبلت وكذي. امي الله يحفظها هي سبب من وايد، هي السبب الوحيد بكل شيء انا سويته بحياتي. اي شيء انا سويته بحياتي كان فضل الوالده الله يطول بعمرها، وايد وقفت معاي بوايد اشياء. حزتها انا ما ادري اذا انا كنت مقبول ما مقبول. رحت اني بكشف الاسامي، لقيت ان اسمي مو موجود. كان ازعل وايد، زعلت ان انا وايد حبيت المكان هذا، اجواء والدنيا، وان كل واحد حسيت ان انا كنا مكاني، مكان اقدر اتخيل فيه، مكان اقدر اتحرك فيه، مكان يعني وناسه. حبيت المكان هذا، ما ادري شو راح اسوي فيه بس حبيته. ابي المكان هذا، ما ابي هالمكان، ابي ادرس هني. ما رحت قعدت ادور على الاسم مو موجود من المقبولين، فتضايقت. رحت البيت كلمت امي وكذي، تضايقت وهذا. بعدين فجأة يالي تليفون من اللي تصير لي، اللي كانت خريجة، حزتها خريجة المعهد، كان دقعت تقول لي روح داوم يوم الأحد أنت انقبلت. شلون انقبلت؟ موجود اسمك، كانت تروح يوم الأحد موجود اسمك بس نسوا يحطونه. زين شنو صار؟ اكتشفت ان امي راحت هناك ودشت على العميد قالت له انا اسم ولدي مو موجود، انتوا اختبرتوه وكذي وهذا بس اسمه مو موجود، يعني هل ولدي ما ينفع حق المكان وكذي؟ فقال لها لحظه، يعني هي كانت غلطه من السكرتيره ان هي ما حطت اسمي. فلو ما امي قالت لي، لو ما الوالده راحت، كان ما صار هالشيء. والعميد يعني الله يذكره بالخير اعتذر لها وايد، وما كانت غلطه سكرتيره او سكرتير، ما ادري شنو كانت غلطته، انه ما حطوا اسمي. احب اقول لك ان هاي يوم الاحد بالسياره وانا بقمه وناستي، ما تشوف الفرحه اللي كانت فيني، اني متحمس الف. تخيل انت شيء حابه او حبيته وتبي تكتشفه ورايح اول يوم دوام. فاول ما وصلت هني عاد بلشت مغامراتي. هني الصج صارت الصجيه او النقله بحياتي. انا من هالمكان خذيت شهادتي اللي توظفت فيها، ومن هالمكان تزوجت زوجتي فيه.
شوف شلون الله فاتح لي اياه، كنا يعني سبحان الله الله كاتب لي اياه. وامي حتى الله يذكرها بالخير قالت لي انت الله كاتب لك انك تكون بهالمكان. احب اقول لك شفت انت لما كنت تروح مدرسه مالك خلق ودراسه، بالنسبه لي انا بالمعهد كان العكس، ابي اروح ابي اتعلم ابي اشوف ابي. لما قعدت اتعلم لقيت نفسي انا كل يوم عن يوم ان هذا المكان لي. انا احب الخيال، انا احب لقيت نفسي ان انا احب التعبير الحركي، احب امثل، لان هذا الشيء كنت اسويه وانا صغير اصلا. فلقيت نفسي ان انا قاعد اسويه بالمعهد، اللي هي ماده التعبير الحركي، بعدين صارت ماده البانتومايم. في نوع من انواع البانتومايم، تعرف توم جيري؟ هذا نوع من انواع البانتومايم. ترى في ممثل قديم ابيض واسود تشارلي تشابلن، اللي هو ابو شنب وعصايه وابيض واسود، اكيد مر عليك. هذا هم يعتبر بانتومايم من التمثيل الصامت. الله ولاسه. هناك عاد بلشت المغامره، قمت افهم شنو يعني مسرح، شلون البروفات، شلون هم يضبطون الاضاءه، كل تفاصيل المسرح. لما تنتهي تشوف مسرحيه اللي انت قاعد تشوفه، شلون احنا نتعامل مع النصوص، شلون تحلل النص، شلون ذيت لك فكره شلون تطورها، المشهد شلون تبنيه، تتعلم الاخراج، التسع نقاط اللي بالمسرح، تتعلم كل شيء عن المسرح. وانت اذا تبي تتعلم اي شيء لازم تفهم شنو تاريخ هذا الشيء. يعني انت مسرح، في تاريخ المسرح شنو اول مسرحيه صارت بالبشريه، يعني فاهم علي؟ فكانوا يقولون قبل نوع من انواع التمثيل كانوا لهم الرجال الاوليين، لأن كان زعيم القبيله لما يروح يجيب لهم فريسه، لما يباري ويذبحها ويجيب لهم فريسه، او يواجه دب او يواجه اسد، لما كان يرد القبيله فكان يشرح لهم ويمثل لهم انه انا شفت الوحش هني او شفت الاسد هني، لفيت ورا لفيت، فهذا وفي جمهور قدامه اللي هم القريه. فيقول لك هذا من اوائل فكره العرض المسرحي حق الجمهور. لما الموضوع تطور كان في طقوس يسوونها الفراعنه، هم كانت طقوس ان شلون الاثنين يمثلون الالهه مالتهم، وكان بوجود حضره الفرعون يقعد يطالع العرض اللي يصير قدامه. هم هذا من انواع المسرح، والشيء هذا يتطور مع السنين لما وصلنا حق المسرح للحين. الاوروبيين وايد تخصصوا بسالفه المسرح، اللي هو شكسبير، اكيد ما يمكن سامع عن شكسبير واداب شكسبير، تفرعوا وايد. هذه سالفه طويله، سالفه ان تاريخ المسرح وشو صار بالمسرح. فالعالم هذا انا شفته. ايوه تخيل انت، تخيل محاضره ان احنا نشوف مسرحيه، درس ان انت تشوف مسرحيه، او كان عندنا ماده تلفزيون ان انت تشوف شلون تشوف فيلم وتناقشني فيه. شنو فهمت انت من الفيلم؟ ليش صار شيء مع البطل؟ شنو ردة فعل البطل؟ ليش البطلة صارت شعورها شيء؟ شنو صار؟ تخيل احنا نقعد نطالع، هذا هومورك، تروح البيت تطالع فيلم، هذا الهومورك. وناسة قاعد طالع فيلم وتفهمه وتحلله. يعني مثلا انت ممكن تحب من افلام مارفل يعني وشيء، تخيل انا اقول لك روح شوف فيلم افنجر، ولما ترد القعده الثانيه نسولف على الفيلم. شنو انت فهمت من الفيلم؟ المخرج ايش سوى هالمشهد؟ ليش هني الاضاءه شيء؟ يعني تحلل الفيلم كله. هذا كان هومورك عندنا يعني. فالعالم حلو، عالم حلو، في خيال، في دنيا، في لوية. فكرست حياتي بهالموضوع، ان انا هذا لقيت نفسي بهالمكان. دشيت بالمسرح، ما مسرح بس تلفزيون. كان لما تخرجت هني كانت تجاربي الجديده، كان شيء جديد علي، لان انا تخصصي تمثيل واخراج مسرح اكاديمي، هذا تخصصي الحقيقي اللي درسته انا. كان بس عندنا ماده اللي هي ماده التلفزيون اللي قلت لك عنها، انها ماده كذي، ماده التلفزيون. فلما تخرجت هني صار ان تجربتي مع المسلسلات، الافلام، هذا الشيء كان جديد علي، ما اخذت عليه دورات، ما دورات. بس يعني الشيء اللي حلو اللي الله يكرمني فيه اللي هو اصدقائي اللي يحبون يتثقفون بمعرض السينما. وايد عندي اصدقاء يحبون السينما، فقعدت مع وايد اشخاص قاعد نفيد بعض. هذا اللي حلو بالموضوع، لما انت تكون شيء انتم حابينه وتقعدون وكل واحد ينقل معلومات حق الثاني يفهمه اكثر شيء. فهذا الاشياء اللي انا وايد متعه بالنسبه لي، ان الشيء اللي انت قاعد تشتغله هو الشيء اللي انت قاعد تحبه، او الشيء اللي انت تحبه هو اللي قاعد تشتغله. يعني فاهم علي؟ لما انت تلاقي نفسك بمكان، المكان هذا انت تعشقه، مكان هو اللي جابك حقه. انا ما كنت اتوقع بيوم من الايام ان ما كنت اتخيل، انا بعمرك ما كنت اتخيل ان احصل ممثل.
يعني تكفى. تخيل الحين اقول لك بعد 10 سنين انت ممثل سينمائي، راح تصدق؟ الحين كتفكيرك انت ما راح تصدق، صح ولا لا؟ ما راح تصدق. انا ما كنت ادري شنو ابي، سبحان الله الله كتب لي اياها بهالمكان اللي كان صدفه، كان بدايتها سؤال هل اخوك جريء؟ هذا هل اخوك جريء هي اللي غيرت حياتي. هذا اللي تصير لي ليومك هذا. الحكي هذا انا متخرج من المعهد 2014 2015، قبلها ب4 سنين قول 2010 2011. انا من 2010 2011 ل 2026 كل ما اشوفها اشكرها، اقول لها مشكوره، لان انا حياتي بلشت منك انت. وايد اشكرها. وايد ناس ساعدوني عشان اوصل حق اللي انا وصلت له. انا لحد الان يعني كشهره كهذا للحين ما تمكنت من هالشيء، بس قاعد احارب للحين، قاعد اجدف وقاعد اشتغل وقاعد احاول الاقي لي فرص، وقاعد احاول دائما ان شاء الله نوصل حق مكان حلو بالمجال مالي يعني. بس لازلت قاعد اجاهد بالموضوع هذا لان شيء انا حابه وما اقدر. لو قلت لي روح سوي شيء ثاني راح اقول لك ما اقدر. اذا قلت لي غير الدنيا غير هذا ما اقدر. شيء تعلقت فيه حيل ومو قادر اوخر عنه يعني. مستحيل انا اسوي شيء ما اقدر اتخيله، ما أقدر يعني، فاهم علي؟ فبس هذا. فهذا ناحيه التمثيل. كان سؤال كان ادري شطحت عن موضوع التمثيل. يعني انا الحين جربت الاخراج وجربت يعني الاخراج وايد صعب. مو صعب قد كنت هذا، هو ممتع انك شلون تتخيل قصه، شلون تخرجها، شلون هذا. بس كأن او لو يعني ان كاداره كدنيا كلويا ما حسيت اني يعني ما اقول لك ان انا ما كنت زين فيه، ان سويت اللي اقدر عليه. بس ساعات تحس انه خليني اركز بالتمثيل. ركزت بالتمثيل. الحين انا قاعد اجرب شيء جديد بحياتي الا وهو التاليف. قاعد اجرب الف قصه. انا من انا صغير مو من انا مثلا ايام المعهد كان عندي افكار قصه ما شنو. الحين انا قاعد اجرب شيء جديد بحياتي اللي هو التاليف. عندي 7 افكار. الافكار هذيل من زمان انا حاطم بس شي كاتبهم نوتس. الحين انا وصلت لمرحله اني بجرب اكتب، والحين انا عايش. خلصت واحده منهم والحين قاعد والثانيه للحين قاعد اكتب فيها شيء جديد. كل ما حسيت ان انا عندي تايم خذت اللابتوب وقعدت ألف، قاعد أحاول إني أخلص الفيلم اللي أنا أبي أكتبه. فهي عالم جميل. أنا العالم اللي أنا فيه يعني الله نعمني عليه، يعني عطاني كرمة إن أنا دشيت بهالمجال. يعني ليومك هذا كل ما أصلي أقول يا رب مشكور إنك أنت دخلتني هذا العالم. يعني ليومك هذا أنا مغرم فيه. فجربت الإخراج مسرحي، جربت التمثيل أنا الحين فيه، والحين التجربة الجديدة قاعد أجرب ألف. إن شاء الله يعني تجربة تجيب نتيجة حلوة يعني. بس أستاذ مصطفى، شنو أكثر قيمة تعلمتها من العمل كممثل؟ كممثل إن شيء شلون أقول لك إياها، شلون تكون حقيقي، تكون حقيقي بالتمثيل. شلون لما أنت تسوي شيء إن صدق إن أنت قاعد تسوي شيء من شيء حق يعني. شلون أوصل لك إياها؟ يعني أنت الحين لما تقرأ الدور شلون إن أنت تقدر تدرس الشخصية هذه، وشلون أنت تقدر توصلها إن تكون شيء تقدر أنت تصدقني فيه. يعني فاهم علي؟ إن شلون أخليك تصدقني إذا أنا كنت شين ولا كنت طيب ولا كنت ضعيف ولا كنت هذا كله إن أنت مصداقيتك بالدور. لما أنا كثر ما أنا حاولت إن أنا بالدور إن أتعب عليه إن أنا أسوي الأشياء إن أنت تصدقني فيها وأنت تصدقني فيها، أنا كذي تمام. واللي أكثر شيء أحبه بالموضوع هذا اللي هي الإنسانية، الهيومانيتي. إن أنت شلون تكون إنسان شلون توصل فكرة الإنسانية من خلال الأدوار. إن إذا أنت كنت شين شلون توصلها، شلون تكون صادق وأنت تقولها. إن هذا شيء أنت موضوع المسلسلات أو القصص وهذا يعني في ناس تأثر، في ناس تشوف، في ناس تفهم اللي قاعد تسويه غلط. يعني أنا من الأشياء اللي أنا أحبها بالأعمال المصرية يعني تحت الوصاية إن أنت سويت عمل غير قانون من الدولة. هذا شيء وايد كبير. أنت شلون كنت صادق وأنت قاعد تتكلم عن الموضوع مالك، شلون كنت صادق وأنت قاعد تأدي الدور، قاعد توري معاناة اللي عندهم هالمشكلة مالت الوصاية في مصر. يعني كانت هي بطولة منى زكي،
المسلسل هذا لما خلص انعرض برمضان أول العام، لما خلص المسلسل غيروا قانون بمصر بسبة المسلسل. فهذا شيء وايد جول. أيوة. وفي مسلسل جديد مصري قصته إن البطل كانت زوجته حامل، ولدت، هو كان عبالنا بيولد 3 توائم، فانصدم إنه ولد 7 توائم. فكل المسلسل ماشي إنه هو كإنسان بسيط على قد حاله يولد 7 يهال. فأنت قاعد تشوف معاناة الشخص هذا، إنه شلون قاعد يربي، شلون قاعد يعامل 7 يهال، ومو مثلا أحداث إنه تنجز بالسنين، لا، بنفس الوقت عندي 7 يهال الحين رضع، شو أسوي فيهم؟ ومعاشي ما يكفيني إن أنا فيوريك معاناة الشخص اللي عنده هالعدد. أول ما خلص المسلسل كانوا يسوون قرار جديد إن أي أحد عنده توائم بهالعدد ياخذ حليب ببلاش، وياخذ حفاضات ببلاش، وياخذ أشياء ببلاش. فأنت شوف شنو قوة الأعمال هذه اللي تخليك تغير قوانين الدولة. شيء وايد والله، يعني فاهم علي؟ أنت سويت خير حق البشرية من قصة. أنت والقصة كوميدية ترى، هم مسوينها كوميدية، إنه عنده 7 توائم. المسلسل توه جديد فريش، أول ما خلص كان يغيرون قانون مصر. فشيء هذا وايد عظيم بالنسبة لي. فهي قيمة الممثل لما يكون أنت صادق إن أنت قاعد تأدي الدور والناس تتأثر فيه، شوف شنو ممكن تغير فيه. فأحلى شيء بالدنيا إن أنت بالعمل نفسه لما أنت تاخذ دور خليك صادق فيه، خليك حقيقي فيه، حاول توصل الحقيقة كثر ما تقدر بالدور عشان المشاهد يستمتع، عشان يعني عشان يستمتع، عشان يستمتع يستفيد من هالأشياء هذه. أستاذ مصطفى، لو شخص عنده شغف بالتمثيل بس ما عنده دعم، شنو أول خطوة لازم يسويها؟ شنو أول خطوة لازم يسويها؟ هو وايد أساتذة الله يعطيهم العافية يسوون ورش، نفس الأستاذ عبد العزيز صفر، وفي وايد ناس، يعني هذا واحد من الأسامي اللي يسوون دورات بالتمثيل. في دائما من فترة لفترة في إعلانات إنه ورش تمثيلية مدتها ممكن 3 أيام أو أسبوع أو شيء كذي، إنه أول شيء يعرف يروح يقدم نفسه على هالورش ويفهم شنو ليش تمثيل صح، إن هالأشياء هي اللي راح تفيده. لما يروح حق ناس معينة مسوين ورش تمثيل، هو راح يروح يشترك بهالدورة، ساعات مدتها 3 أيام أسبوع أيا كانت الدورة. فلما يروح هو الدورة راح يفهم، راح يعطونه هم رؤوس الأقلام التمثيل شنو الدربة، فيفهم شنو هو التمثيل. وفي نفس الوقت في بالورش يسوون آخر شيء بالورشة عمل مسرحي بسيط، فهو هنا يبلش يجرب شلون أمثل، شلون أوقف، شلون، يعني فاهم علي؟ فهي الدورات اللي موجودة، إذا هو مثلا ما قدر مثلا يدش المعهد أو يروح يتعلمها دراسة كدراسة، إذا ما يقدر في الورش، وايد ورش يعلنون عنها، ورشات تمثيل، حتى ورش كتابة، حتى ورش إخراج، ورش إضاءة، في وايد. في أنت عندك المسارح الأهلية اللي بالكويت، ترى في مسارح أهلية بالكويت، في مسرح الكويتي ومسرح الخليج ومسرح العربي ومسرح الشعبي. هذيلا المسارح يسوون دورات تمثيل غير المعهد العالي للفنون المسرحية. إذا أنت تخرجت من الثانوية تبي تدرس يكون تخصصك تمثيل وإخراج، في هذيلا 4 مسارح ساعات يسوون لك ورش تمثيلية. فإنه يقدم على ورش التمثيل يروح يفهم التمثيل شنو هو، وراح يفتح سكك وايد فيها. أول ما يفهم هو راح يسوي علاقات، خلاص هو فهم الدنيا كلها، يقدر هو الحين إذا خذ ورشة كاملة وفهم الدنيا هو يقدر يروح يسوي مسرحية. شوف شو الموضوع بسيط. إنه يروح يقدم نفسه بورشة، يتعلم مثل كثر ما يقدر. أتمنى أنه هو حتى يسرج عنها، يقرأ شنو يعني تمثيل، شنو تاريخ التمثيل، شنو تاريخ المسرح أو تاريخ السينما أو تاريخ المسلسلات الوثائقيات. كل ما أنت قريت بالتاريخ الشيء هذا كل ما راح تفهم الموضوع هذا. إذا ناحية التمثيل تشوف الممثلين شلون قاعد يمثلون، يعني في على سبيل المثال أنت في ممثل مثلا بأمريكا أو بمصر أو بالكويت تحب أعماله، شوف هالممثل نفسه 5 أعمال ورا بعض، يعني خلينا نقول مثلا أفلام هوليوود، مثلا نجيب ممثل معين مثلا ليوناردو دي كابري، هذا الممثل شوف له 5 أفلام ورا بعض، شوف شلون من هني غير هني غير هني غير هني،
فتبلش انت تعلم تشوف، يعني وايد تغذي عينك انك انت تشوف عشان لما تيجي تطبق تفهم شنو تبي تطبق. لان هو التمثيل عباره عن تمارين، وعباره عن اذا انت كثر ما انت كنت مثقف بشيء تقرا وايد عن الشخصيه عن الشيء، ويبي لها تمارين. بالورش راح يفهمون التمارين، راح يفهمون شلون يقرا النص، شلون يختار دور، شلون هل يقدر هو يسوي هالشيء مع شيء، شنو انا ادواتي كممثل. لان في انت عندك ممثلين قوتهم برياكشنات الوجه، في عندك ممثلين قوتهم بالفيزيكلي اللي هو الجسم، انه يعرف يعبر بجسمه. في عندك ممثلين يعرفون يسوون لك كاركترات يعني يتحول فيها. عالم كبير هو بس يعرف شنو خامته. في بالتمثيل عندنا بالمسرح في مثلا خامة صوته عالية، صوته وايد قوي، فيشون الشيء اللي يقدر يستفيد منه من صوته، شنو يقدر الشيء يستفيد من احساسه، انه هو يعرف يؤدي الحزن صح، يؤدي الفرح، يعني هو وايد عالم كبير. فهو لما يدش الورش راح يبلش يفهم. في الحين اليوتيوب عنده يقدر يدش يشوف مسرحيات، يشوف افلام وايد، يغذي عينه وايد. هي متعه عشان تتعلم تمثيل، هي هم متعه ثانيه ترى، انك انت تطالع تدور. انا عندي اصدقائي وايد يحبون يروحون يسافرون لندن يشوفون مسرحيات هناك. ايه غير علاء الدين وغير لاين كينج، في مسرحيات ثانيه وايد قصص غير فاهم علي؟ اللي يبي الشيء صدقني راح يلاقي 1000 طريقه وطريقه عشان يوصل لها. اول شيء بلش ببرشا، اقرا، دش على جوجل شات جي بي تي، دام الحين هو الهبه، يكتب شنو هو التمثيل، راح يعطيك شنو هو التمثيل. فهي من الاخر هو تمارين راح يسويها، يقرا نصوص، يقرا، يثقف نفسه زياده، يفهم الانسان اكثر. انت كل ما فهمت الشغلات هذه اي شيء ثاني راح يكون عليك سهل. انت فاهم شلون راح تؤدي هالدور، وعارف شنو الاشياء اللي تربطها فيها من خلال فهمك حق الدور، من خلال تمارينك، فانت جاهز. نفس كرة القدم، مو انت تسخن قبل لا تلعب مباراة. التمثيل ترى نفس الشيء، في ادوات، في تسخين، في تمارين، في دنيا عشان تقدر انت تسوي الشيء هذا بس. استاذ مصطفى، احنا حاليا قاعد تشوف ان بهالجيل تشوف وايد ناس بعمري، وفي اصغر وفي اكبر، وبوقت فراغهم ما عندهم شيء يسوونه، فشلون يستغلون الوقت هذا بشيء يفيدهم؟ هو شوف، في يعني انا فاهم ان الفترة هذه يكون الواحد بهالعمر ما يدري شنو هو يبي. يمكن في عنده اشياء وايد عباله، يمكن هذا الاساس، مثلا الالعاب، الجيمز، الاشياء هذه الثانيه. فهو هني يبلش يشوف شنو هو يحب، شنو انا احب. هل انا احب موسيقى؟ هل انا احب رياضه؟ هل انا احب اقرا؟ هل انا احب؟ يدور على نفسه. انت الله معطي كل واحد شيء، يدور عليه شنو هو الشيء اذا هو ما كان يدري. في ناس منهم صغار يحبون مثلا الموسيقى، سبحان الله، من هو صغير هو يغني ايا كان، فانه يبلش انه يهتم بالشيء هذا. اللي هو ما يدري شنو هو يبي، يقدر يدور، يسوي سيرش، يبحث، يدور، يجرب. يعني مثلا اذا في مثلا شيء موسيقى، خلنا اجرب موسيقى في مكاني، خلنا مثلا اتعلم هالشغله، خلنا اجرب اتعلم. هي ترى كلها عباره عن تجارب لين ما يلاقي نفس المكان. يعني احنا قبل كان كل همنا ان احنا نلعب كره قدم بصراحه، يعني واحنا صغار. فالحكي هذا متى اثر علينا؟ لما احنا تخرجنا من الثانويه، ان احنا كان كل هدفنا بالعمر هذا ان نلعب سوني ونلعب كره قدم ونطلع ونروح افلام ونروح نلعب الالعاب اللي بالمجمعات وبس. بس ما كنا ندري شنو احنا نبي. كان لما صارت الصجيه تخرجنا من الثانويه، يعني شنو ابي؟ ما ادري انا شنو ابي. هل ابي هذا؟ لا. ابي هذا؟ لا. ابي هذا؟ لا. فالشيء الاحسن انك تجرب اشياء وايد. انا مالي بهالشيء هذا. في ساعات دورات يعطون، يعني مثلا جيتار مثلا على سبيل المثال. انا قصه ولد عمي يحب، يعني بهالعمر هذا قال ابي اتعلم جيتار. فهو اللي قال له طريقه، دش اليوتيوب وقام يعزف بالجيتار. مع الوقت صار انه هو متمكن بالجيتار. فمن الجيتار عرف انه هو تعلم، لانه هو شاف شيء، صار فضول عنده، ابي اجربه، فراح جربه وراح يلاقي له الاشياء اللي هو توصله حق هالشيء. ففي مثل ما انا قلت لك، يعني لازم يدور على الشيء اللي هو يبي، لازم يبحث عن الشيء اللي هو يبي، لازم يفهم انا شنو ابي، ليش انا موجود، ليش، يعني قاعد يفكر، يسأل نفسه وايد اسئله.
لازم يدري هو شنو يبي. غير هذا كله راح يوصل لمرحلة إنه ما راح يتوهق. فالحلو إن الواحد يدور على نفسه من بهالعمر، من هو صغير، عشان لما يكبر راح يحس إن وإذا لقى الشيء هذا بهالوقت وطوره من هالعمر، صدقني لما يوصل عمره 1000 راح يكون متمكن 100% من الشيء هذا، وممكن هو يطوره بعد إذا هو لقى الشيء اللي هو يبي. بس هذا السؤال المهم، هل هو يبي ولا ما يبي؟ هل هو يبي يتغير ولا ما يبي يتغير؟ هل هو فاهم هو شنو يبي؟ لأنهم وايد بهالعمر عبالة أن الحياة بس إنه يلا وناسة يلا وناسة ويلا بعدين أشتغل أي شغلة وخلاص. هو للحين مو واعي حق هالشيء، لأنه هو متى يوعى بهالشيء؟ لما ينحط فيها. يعني طول هالفترة ما راح يكون واعي، لما ينحط بهالموقف هني راح يفهم. فأحسن شيء إنه واحد يلقى نفسه بهالعمر، عشان لما يوصل حق الشيء اللي يختار أنا شنو أبي، هو يدري شنو هو يبي. أنا بروح هالمكان، أبي أدرس هالشيء، أنا راح أسافر هالدولة وأدرس بهالشيء. لأن في بعضهم يبون يدرسون برا مواد معينة، إنه يحبون يدرسون برا بلندن أمريكا أيا كان، بس هو واصل للتخرج أنا أدري وين بروح، أنا الشيء أبي أطور نفسي فيه وأبي أدرسه. ويستحسن إذا شيء هو كان حابه. إذا هو كان ليش قاعد أقول لك من مجال الفن أكثر شيء؟ لأن أنا فيه. إذا أنا حاب الموسيقى مثلا، أروح شنو المعاهد الموسيقية اللي أنا أدش فيها. أنا حاب موسيقى بروح موسيقى. ليش أروح أدرس شيء ثاني أنا مو حابه؟ أنا أبي هذا الشيء، فأنا أروح حق الشيء اللي أنا حابه. لأن هم في بعضهم شنو يقولوا لك؟ روح هالشيء إنه معاش أكثر. أوكي ماشي معاش أكثر، بس أنا مو حاب هالشيء. راح تلاقي كل يوم قاعد أروح الدوام هذا وأنا مستعسر ومو حابه، ويلا متى يجي الويك إند، متى تجي إجازات. أوكي معاش زين ما زين، بس إنه ما راح تكون مرتاح بحياتك. ما تكون مرتاح بحياتك. لما تلاقي شيء أنت حابه وتروح تركض وراه، وتلاقي وظيفة تسمح إن أنت تمارس فيها الهواية هذه، أو مو هواية، أو الشيء اللي أنت حابه، راح تلاقي نفسك أنت مرتاح، أنت مستانس، أنت قاعد تروح الشغل وأنت مستانس، وممكن تطوره. ولما تطوره الموضوع يكبر. يعني أنت بدال أنت تركض ورا الفلوس، خلي الفلوس هي تركض وراك. لما أنت تنجح بشيء راح تلاقي كل الناس راح يقولك. بس لما أنت تركض ورا الفلوس راح يكون شيء محدود بحياتك تسويه. لأن أنا حياتي كلها قاعد أركض ورا الفلوس، قاعد أسوي المستحيل حق الفلوس. بس لما تلاقي فكرة وشيء أنت حابه وتطوره ويكبر معاك، راح تلاقي الفلوس هي اللي تجيلك. يعني أنت لو تشوف وايد ناس بهالطريقة نجحوا ولا شيء صاروا شيء. يعني على سبيل المثال لعبة سين جيم مثلا، يعني سين جيم هي كانت فكرة، أكيد هم اللي سووا الفكرة هذه. يعني ودي أقعد معاهم صراحة، أسوي معاهم بودكاست هو أكيد لقوا فكرة، والفكرة هذه تعبوا عليها، اشتغلوا عليها وعرضوها على الناس، وشوف ما شاء الله نجاح كبير، نجاح كبير كبير. حتى اللي سووا طلبات كويتيين. الشركة هذه ألمانيا شرت منهم الحقوق كنا أو شغلة كذي، وخذوا منها مبلغ كبير. شوف ناس كويتية كان عندهم فكرة طوروها اللي هي طلبات، والموضوع كبر معاهم لدرجة أن الشركات اللي برا يلا خلينا نصير شراكة، خلينا نصير ما أدري شنو. شوف عاد المبالغ اللي تيجي لك. شوف هني لما أنا أقول لك أن الفلوس هي اللي تركض وراك، مو أنت اللي تركض ورا الفلوس. فحلو أن أنت بهالعمر تدور أنا شنو أبي. بهالعمر تدور أنا شنو أبي. وقت اللعب والوناسة والله موجودين، ما راح يروحون، بس هم لازم يكون عندك تايم تدري أنت شنو تبي تدور عليه. حتى إذا أنت تحس أن أنت لقيت هالشيء مع الوقت، حسيت أن أنت لا أنا كني مو هني، عادي روح شيء ثاني، جرب شيء ثاني، جرب هذا وهذا وهذا وهذا. أي شيء تقدر تجربه جربه. أنت مثلا ما تعرف تحدق، روح جرب أحدق، روح أجرب أحدق، شو المشكلة؟ تلاقيها بنفسها مغامرة. هي شلون أتعلم، شلون أصير أحدق، أثقف نفسي. أنت طول ما أنت ثقفت نفسك، طول ما أنت قاعد تتعلم شيء جديد، صدقني مخك هذا راح يكبر وراح تجي لك أفكار، والأفكار هذه هي اللي تولد وايد أشياء. يعني فاهم علي؟ جرب كل شيء تقدر تجربه، أي شيء. شوف وقت التجربة هني ممكن تلاقي نفسك من هالتجارب. أي شيء قدامك عندك فضول أبي أعرف شلون سووا هالشيء، روح سوه، جرب، روح سوه، يمكن تلاقي فيه نفسك وتكمل فيه وتبدع فيه. بس أستاذ مصطفى، شلون يتعامل الممثل أو الشخص بشكل عام مع النقد أو الفشل بدون ما يأثر على ثقته بنفسه؟ حلو. هو في تجارب لما أنت تعيشها يعني تفشل فشل ذريع،
في النقد لما يجي عليك حيل وهذا صدق تحس بعواري من داخل، إن تكره نفسك، تكره ما ادري شنو. بس هي احلى شيء انك تفشل اول شيء، لان اذا انت نجحت من اول شيء هذه كبيره. لان انت لما تنجح باول شيء فاللي جاي شنو راح تسوي؟ يعني انا مثلا راح اتكلم عن مجال التمثيل او الاخراج او فيلم، سينما، مسرح، مسلسل، ايا كان. انا الحين اذا سويت عمل مسرحي اول مره ونجحت فيه نجاح مرعب، الحين انت سويت شيء عمل، الحين اللي وراه شنو راح تسوي؟ هنا النقطه. الحين سويت شيء كسر الدنيا، اللي وراه شنو راح تسوي؟ اذا انت فشلت من اول مره راح يجيلك الاحباط، راح يجيلك انك ما تبي وخلاص وبس تكره نفسك. الحين موضوع الفشل، الحين لما واحد يفشل فشل ذريع راح يجيله احباط، راح يجيله صدمات، وراح يجيله وايد يحس انه شنو سويت وفشله ما فشله. هي في وايد اشياء ممكن انه هو يوقف على، يعني يرد يوقف مره ثانيه بريله. ان اول شيء هو يشوف الموضوع اللي هو سواه شنو الشيء الغلط اللي هو سواه، راح يعرف انه سوى غلط كذي غلط كذي غلط كذي غلط كذي. فلما هو يبي يعيد التجربه هذه مره ثانيه، الاشياء اللي هو فشل فيها ما راح يسويها مره ثانيه. يعني مثلا على سبيل المثال، انا مثلا وانا قاعد امثل هني عليت صوتي بهالمكان، ان انا حاولت ان انا اسوي الحركه هذه والحركه هذه مو حلوه، فانا ادرس موضوع الحركه شلون ما صارت اوكي، ليش كانت سيئه، واحاول اني ارد مره ثانيه، اجرب ان انا اسوي شيء مو نفس اللي انا سويته، اني اجرب تجربه ثانيه. يعني على سبيل المثال انا سويت مثلا مسرحيه كوميديه، انا دمي ثقيل، يعني فما دمي ثقيل، فاغير، احاول اشوف شيء ثاني ان انا اقدر، يعني ان انا اطور نفسي ان انا اكون كوميديان، وادرس شلون يصير الكوميديان الصح، مثل ما قلت لك ان انت لازم تسرج وتدور وكذي عشان يفهم شنو يعني كوميديا. يعني انت احيانا فشلت بالكوميديا، اوكي انا الحين قالوا انت ما تضحك، خلاص انا حابب ان انا اسوي كوميديا، فاروح يعني شنو كوميديا. ففي أسس ودنيا ولويا، وهذا يقدر من خلاله يطور نفسه. يعني إذا أنت الله مو معطيك موهبة الكوميديانات مثلا، ممكن تمثلها بمواقف كوميدية مثلا، هذا من ناحية التمثيل. إن في ممثلين دمهم بالصدق ثقيل، بس هو عشان قاعد يسوي الدور حلو فقاعد يضحك. لأن هي الكوميديا مو معناته أنا بس قطات. ممكن أنا شخصيتي عصبي، أحط الشخصية العصبية هذه بمواقف معينة تضحك. فانا كذي عشان انا حاب الكوميديا فلقيت نفسي سكه، يعني عشان لا اقول لك انا مثلا فشلت بالكوميديا هذا، فراح يلاقي له سكه ثانيه. ساعات هم هذول اللي يتضايقون ما يتضايقون، هو موضوع الرياضه هم راح يفيدك بهالامور هذه. اذا انت كنت حزين ومكتئب على شيء انت فشلت فيه، ساعات انت لما يفشل تحس يطلع حرته بالرياضه ما الرياضه، وللاسف في ناس يطلعون حرتهم بشيء ثاني، مثلا سجاير ودنيا والاكل، ياكل وايد. انت ممكن تلاقي لك كذا طريقه ان انت تطلع من الفشل هذا، ان انت تلاقي لك هدف، او اذا انت بنفس الهدف تطور نفسك فيه. اذا بمجال التمثيل، اذا انا مثلا فشلت الدور اللي جاي لي اختاره صح، اقرا الدور صح، احط ابعاد الشخصيه والامور هذه كلها عشان انا اقدر اسوي الدور حلو. وهم نفس الوقت ادرب نفسي، لانها كل ما انت فشلت لازم تعرف شنو انت فشلت شيء، ليش فشلت فيه. هل هي ظروف؟ هل انت قصرت بشيء؟ هل انت كنت يعني مصدق شيء وتبي تسويه قصب؟ هذا كل الامور راح تفهمها من بعد ما تفشل. وانا عندي حلو انك تفشل، وايد حلو انك تفشل، عشان الخوف اللي داخلك هذا يروح. في ناس انهم من كثر ما هم يخافون من الفشل يفشلون، انه وايد مركز على الفشل. يا اخي افشل عادي، اخسر عادي، شنو يعني؟ مو نهاية الدنيا، ولا راح تموت، ولا راح ينقص منك شيء. إذا أنت عشت التجربة عيشها لآخر شيء، وحتى إذا فشلت فيها أديني جربت. يعني ما في حكم إعدام إن أنا جربت، أقدر أجرب وأغلط براحتي وما حد يقدر يحاسبني. كل ما صار شيء أنا قاعد أجرب، صح إني فشلت بس اللي جاي أحسن. وحلو إن أنا أفشل عشان أعرف شنو أغلاطي، عشان لما أجيلك بالشيء الثاني اللي أنا جايلك فيه أجيلك يا أنا قوي وفاهم. ودائما القواية يجون من قصة فشل. ترى كل العظماء مو بس بالفن، بالرياضة، بالعلم، بالسياسة، كل الأشياء هذه لما تقرأ عنهم القصص العظماء شلون صاروا عظماء،
اغلبيتهم انه من شيء فشلوا فيه. يعني انت عندك وايد من اللي سوى مثلا، حتى انت ساعات تشوفهم بالانستغرام اللي هو مثلا اللي سوى شركه ابل، اللي سوى ستيف جوبز، اسمه صحيح ستيف جوبز، ما درس ما كمل، كان يقول عنه فاشل ما فاشل، بس شوف سوى لك شيء يخرع بعالم الابل. يعني فاهم علي؟ يعني الفشل مو مقياس انه خلاص تبي تطلع نفسك فيه. هو حلو ان انت بالعكس اذا انت فشلت بتجربه هذا شيء راح يقويك. اذا انت فشل هذا يطيحك، انت خليت نفسك تطيح. انت في مليون طريقه انك تقدر توقف على رجلك. انا ادري ان ساعات الاحباط قوي، طقتي قويه، بس هذه احنا عايشين شويه بهالدنيا. فحلو ان انا اجرب وفشلت، ولما افشل اقدر لما شفت الرحله اني انا ارد اوقف على ريلي مره ثانيه، هذه بروح شيء داخلك راح تعزز فيك ثقه بالنفس وايد كبيره. تقدر تحلها برياضه، تقدر تحلها بتثقف زياده، تفهم اشياء زياده. انا ضعيف بهالشيء، اروح ادش دورات، اقرا عن هالشيء، اروح ادور، اقعد مع ناس مختصه بهالشيء. في 1000 طريقه وحل عشان انت تطلع من الفشل مالك وتقدر تسوي الشيء اللي انت حابه. استاذ مصطفى، شنو الخطوه الجايه اللي ودك تسويها؟ انا جربت الاخراج بالمسرح، وجربت طبعا بالتمثيل، ما زلت بالتمثيل. الحين انا بخاطري سالفه التاليف. في عندي انا 7 افكار، 7 قصص، ابي اجرب اكتب الحين قصص. اي مو هذا الهدف الجاي، يعني اقول لك ان الهدف الجاي ان انا ودي اجرب فكره التاليف. يعني اشوف تجربه جديده بالنسبه لي ان انا الف شيء. واللي حلو بالتاليف ان انت قاعد تحط وجهه نظر. انا عندي وجهه نظر بشيء معين ودي اكتبه، ودي الناس تشوفه. طريقه قصه شخص، شلون انا اكتب قصه الشخص هذا، ان انا في وجهه نظر ابي اناقشها. يعني احنا ذكرنا عن سالفه المسلسلات اللي غيرت قوانين بالدوله مالتهم، نفس المسلسلين اللي ذكرناهم. فهو حبيت الفكره هذه، وانا عندي وجهه نظر ودي اكتبها، ودي تصير قصه، ودي واحد يتبناها ويسويها الامانه يعني. وانا ان شاء الله فيها الحين قاعد اجرب ومستمتع انا فيها، ان انا قاعد اكتب اشياء من اشياء ان انا شفتها بالصدق، شفتها بالواقع، احداث. انا ما قاعد الف بمعنى التاليف، انا الاشياء اللي انا شفتها بحياتي، اعرف القصص اللي صارت حياتي، فان انا اسوي مثل خلطه او طبخه معينه. القصه هذه تنفع مع القصه هذه، فتسويها موضوع يطلع لك وفي وجهه نظر انت شايفه راح يمشي معاه. فهذه تجربتي الجديده اللي انا اطمح اللي ودي اصير، ودي اجرب موضوع التاليف بس. يعطيك العافيه استاذ مصطفى، ما قصرت، كانت حلقه وايد حلوه، استمتعت فيها والله. يعطيك العافيه، عسى الله يوفقك يفتح عليك ان شاء الله. نشوفك ان شاء الله دائما بالمراتب، وتشرف اليوم بوجودك. والله انا صراحه الشرف لي، وانا بصراحه وايد مستانس على اللي انت قاعد تسويه بهالعمر، ان انت قاعد تجرب الشيء هذا. انا وايد احترم اللي الوقت اللي عنده يقدر يستفيد منه بشيء ممكن يفيده حق بعدين. انا وايد مستمتع بالحلقه، يعني وايد والله خليتني اتذكر اشياء وايد قديمه. وان شاء الله الموضوع معاك يكبر ويكبر، ونشوفك يوتيوبر عظيم يا رب ان شاء الله. وبس والله يعطيكم العافيه مشاهدينا الكرام على مشاهدتكم حق الحلقه الحلوه مع الضيف المميز الاستاذ مصطفى محمود. اشوفكم حلقه جايه مع قصه ثانيه ملهمه. انتظرونا بالايام الجايه. يعطيكم العافيه. كان معكم راشد شطي والاستاذ مصطفى محمود، والسلام عليكم.